السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. قصتنا النهاردة قصة جميلة جدا، إن شاء الله تعجبكم. يلا نقول بسم الله ونبدأ قصتنا. لو كنت عرفت الكارثة اللي هتحصل من بنت مرات أبويا كنت منعت الجوازة دي من أولها. كل حاجة كانت تمام لحد ما أبويا جاب مراته الجديدة. قوليلي بقى دلوقتي الفلوس اللي بحوشها معاكي وصلت بقت قد إيه؟ أنا تعبت من شغلي عند الناس بالأجر، عايزة أشوف معايا قد إيه عشان ناوي إن شاء الله أفتح حاجة لحسابي، وهو المكسب يبقى لينا إحنا وحالتنا المادية تتحسن شوية. بس أنا مش عارفة إذا كان المبلغ اللي معايا يفتح لنا حاجة دلوقتي ولا لأ. أنا ممكن أجيبه ونقعد نعده سوا دلوقتي ونشوفهم هيطلعوا قد إيه، ولو احتاجنا قرشين ممكن نستلفهم من أي حد ونبقى نسدهم من الشغل بعد كده. لا، أنا عايزة أفتح على قد اللي معايا، مش عايزة أستلف من أي حد. أنا مش ضامن المشروع هيقف على رجله إمتى، ودلوقتي أنت حامل وفي عيل جاي في السكة ومحتاج مصاريف. أنا عايزة أشتغل وأقف على رجلي بنفسي من غير مساعدة أي حد. أنا كان نفسي تأجل موضوع المحل ده شوية على بال مولد، لكن أنت بقى اللي مستعجل تفتحه دلوقتي. مش عارفة ليه. مستعجل إيه بس يا سهيل؟ إحنا متجوزين يا حبيبتي دلوقتي بقالنا 4 سنين، وأنت عارفة إن الحمل اتأخر المدة دي كلها، بس في الآخر ربنا كرمنا ودلوقتي أفضل وقت نفتح فيه. على الأقل خالص يا ستي ابننا لما يجي ويشرف الدنيا ويبدأ يكبر كده ويشد حيله يلاقي أبوه صاحب محل وليه شغله الخاص بيه، وبعد كده حياتنا تتظبط عن كده. مش يجي بقى ويلاقي أبوه مجرد عامل شغال بالأجر عند الناس. أنا تعبت قوي علشان اليوم ده يجي. وبعدين ما تقلقيش، أنا عامل حسابي وشايل فلوس الولاد على جنب، يعني مش هنحتاج لحد إن شاء الله. خلاص يا حبيبي، طالما انت مظبط امورك يبقى اتكل على الله. انا هجيب لك الفلوس اللي معايا وان شاء الله خير، ربنا هيقف جنبنا باذن الله. رمزي كان شغال في سنتر ملابس كبير، كان بيشتغل فيه من ايام الدراسه، ولما خلص كليه وما لقاش وظيفه كمل في نفس السنتر زي ما هو لحد ما عرف كل حاجه وفهم الشغلانه صح. حوش فلوس وقرر انه يفتح محل لنفسه، ولما فتح المحل كان شغال فيه لوحده الاول، وكان بيواصل الليل بالنهار علشان المحل يكبر ويتعرف ويقف على رجله. والله يا ماما ما بقيتش اشوف رمزي خالص، ده بينزل وانا نايمه ويرجع وانا نايمه. لما ما بقيتش حاسه ان انا متجوزه ده حتى ما بيشوفش ابننا ولا بيقعد معاه. يا بنتي جوزك بيحاول يعمل لكم مستقبل، ما بيعملش حاجه عيب. وبعدين ابنك ايه ده اللي انت عايزاه يقعد معاه؟ ده لسه عيل يا دوب عنده سنه. استحملي مع جوزك دلوقتي عشان ترتاحوا بعدين. أنا ما قلتش حاجة يا ماما، أنا بس نفسي نقعد نتكلم مع بعض شوية، ناكل مع بعض، أحس إن في حد بيشاركني في حياتي، مش هبقى عايشة لوحدي كده. والله لو عايزة تعملي كده استنيه لحد ما يرجع من الشغل، جهزي له الأكل واقعدوا كله سوا واتكلموا مع بعض زي ما انت عايزة، عشان حتى جوزك هو كمان يحس إنك حاسة بيه ومهتمة بيه ونفسك تقعدي معاه. حضرتك بتتكلمي كده يا ماما كأني مش عايزة أقعد معاه ولا أتكلم معاه ولا أشوفه، أو إني فاضية ومرتاحة ونايمة طول النهار. يا ماما أنا عندي طفل صغير ما بينامش ساعتين على بعض، طول النهار عياط وزن، ده غير شغل البيت والطبيخ والغسيل. لما بيجي بالليل بقى ببقى خلاص هقع من طولي، ببقى عايزة السرير يجيلي لحد عندي. أسهر إزاي بس واستناه؟ أنا مش بقولك تعملي كده كل يوم يا بنتي، على الأقل خالص اعمليها مرة ولا 2 في الأسبوع. تعالي على نفسك شوية. هو يعني لو الواد ده كان بينام طول النهار وبيسهر طول الليل ما هو كان هيسهرك برضه وهتفضلي قاعدة وصاحية جنبه. اسمعي كلام أمك واعملي الحكاية دي مع جوزك ولو يوم واحد حتى في الأسبوع عشان يحس باهتمامك بيه. خلاص يا ماما أوعدك إني هحاول، بس مش عارفة إذا كنت هقدر على كده ولا لأ. أصل أول ما خالد بينام وباخده في حضني بنام على طول وما بحسش بنفسي، بس هحاول أظبط المنبه واصحى. رمزي كان مهتم بالمحل جدا، كان عايزه يكبر ويقف على رجله ويكسب من وراه في فترة قصيرة، عشان كده كان وقته كله للمحل. وسهير كان كل اهتمامها لابنها الصغير وبس، لدرجة إنها كانت بتنام من التعب وتعمل الأكل وتسيبه متغطي على السفرة لحد ما رمزي يرجع وياكل لوحده، لحد ما بدأت سهير تعمل زي ما مامتها قالت لها. وفي يوم رجع رمزي ولقاها قاعدة مستنياه. ياه، أخيرا افتكرت إنك متجوزة وليكي راجل المفروض تستنيه وتهتمي بيه شوية.
يا شيخة ده أنا كنت قربت أنسى إن أنا متجوز. يا سلام يا أخوي، بتتكلم كده قبل ما أنا اللي أتكلم وأطلع الغلط عنك. ده أنت بتشتغل وبتنزل تفتح المحل بدري وما بترجعش غير بعد نص الليل. ما بيهونش عليك حتى تاخد يوم أجازة واحد تقضيه معايا أنا وابني. ما ينفعش أخد أجازات دلوقتي. أنت عارفة إن المحل لسه مفتوح يا دوب بقاله سنة واحدة ولسه ببتدي أقف على رجلي. استحملي معايا شوية. وبعدين يا ستي اللي خلاكي تسهري عشان تتكلمي معايا وتحسسيني إن أنا مقصر؟ اسهري واستنيني نتعشى سوا أنا وأنت، نتكلم كلمتين حلوين، نقعد نهزر شوية، أفك عنك التعب اللي أنت شايفاه مع الولد والتعب اللي أنا شايفه طول اليوم في الشغل. هو أنا يعني مش عايزة استناك؟ الكل مفكر إن تربية العيال بالسهل. تعال أنت اقعد مع ابنك كده وأنا أنزل الشغل بدالك، وأنت هتقول إن الله حق. عارف، هرجع ألاقيك نايم ومش قادر تتحرك من مكانك. ده ما بيبطلش عياط لا ليل ولا نهار. معلش يا ستي، فترة وتعدي. وبعدين يعني هو هيفضل صغير على طول؟ ما هو مصيره يكبر وهيبقى عندك وقت. أنا سمعت إن على سن سنتين كده كل حاجة بتتظبط وتقدري ساعتها تفصليه في أوضة لوحده، ويكون حتى المحل وقتها وقف على رجليه، وأقدر أدلعك أحلى دلع إن شاء الله يا حبيبي. وأنا ليك عليا هحاول استناك يوم ولا 2 كده في الأسبوع، بس ما وعدكش يعني إن أقدر أعمل كده على طول. أنا هحاول. وطبعا كلنا عارفين لما بنفتح أي مشروع لازم نقف فيه إحنا في بدايته ونتابعه ونهتم بيه. يعني ما نفتحش مشروع كده ونسيبه ونقول هنجيب حد يقف مكانه، لأن مهما كان برضه محدش هيهتم ويكبر مشروعك قدك انت. وعشان كده كان المحل واخد كل وقت رمزي، وكان بيرجع تعبان وبينام على طول لحد ما عدى مدة والمحل بقاله زباينه والشغل كتر فيه. وفي يوم سهير اتفاجئت بجوزها وهو راجع بدري، وكان في الوقت ده عدى 3 سنين من وقت ما فتح المحل. ايه ده؟ ايه اللي رجعك بدري النهارده؟ مش عوايد تتحسد. طمني عليك، انت تعبان ولا فيك حاجة ولا ايه؟ لا يا ستي ولا اي حاجة، الموضوع بس ان الشغل بقى كتير قوي عليا، وعشان كده جبت واحدة تساعدني هي اللي هتقفل المحل النهاردة، وكمان هبقى اخد يوم الجمعة اجازة من كل اسبوع، وهي اللي هتفتح المحل يوم الجمعة. وكمان هنزل من البيت بعد كده على مهلي، يعني هقعد معاكي لبعد الظهر كمان. هي اللي هتروح تفتح المحل الصبح. ايه رأيك يا ستي بقى؟ ادي الدنيا اتظبطت اهي. اي نعم خدت وقت شوية، بس الحمد لله بقت كل حاجة كويسة دلوقتي. يا سلام، جايب واحدة ست تساعدك؟ وليه بقى ان شاء الله ما تجيبش راجل هو اللي يقف معاك في المحل؟ هو لازم ست يعني؟ ولا هو المحل مش هيمشي غير بواحدة ست؟ يا ست اتقي الله، بلاش الكلام اللي انت بتقوليه ده. الموضوع مش كده. انت عارفة ان انا فاتح محل ملابس حريم، وفي زباين كتير لما بتيجي وتلاقي راجل هو اللي واقف وما بتلاقيش واحدة ست بتمشي على طول، وانا مش عايز اخسر زباين. جبت واحدة ست عشان تعرف تلاغي الزباين وتمشي امورها معاها. وبعدين عشان عارف جنانك ده، اطمني، الست متجوزة وفي عصمة راجل. طب كويس، كويس انك عارف لو كنت جبتها مطلقة ولا ارملة ولا لسه ما اتجوزتش انت كنت شفت مني الوش التاني. بس طالما متجوزة بقى يبقى خلاص مفيش منها خوف. طب بقولك ايه رأيك بقى النهاردة تبقى دي اول ليلة الولد ينام فيها في اوضته لوحده؟ الاول كنت بتقولي بتخافي تنامي لوحدك عشان كده الولد كان بينام جنبنا، لكن دلوقتي خلاص انا هرجع بدري اهو، يعني مش هتدخلي الاوضه وتنامي لوحدك. ابداي بقى عوديه ينام لوحده من دلوقتي. لا طبعا، الولد لسه صغير ما يعرفش ينام لوحده ويعتمد على نفسه دلوقتي. سيبه في حضني كمان شويه، يكون كبر شويه، افرض صحي واتفزع بالليل او كان محتاج يشرب او يدخل الحمام، ابقى اعمل ايه انا بقى وقتها؟ يا ستي بالليل بيقومي بصي عليه كل شويه، كل لما تقلقي ابقي قومي بصي عليه، لكن طول ما انت نايمه واخداه في حضنك كده هيفضل طول عمره معتمد عليكي. طيب خلاص هنقله في الاوضه بتاعته، بس هنام جنبه اول كام يوم، يعني على بال ما يتعود، بس علشان ما يلاقيش نفسه اتعزل كده مره واحده ويتعب ولا يجراله حاجه. يبقى عملنا ايه بقى؟ ما احنا كده ما عملناش حاجه. لازم تحسسيه ان هو لازم يتعلم ينام لوحده. انت ممكن تقعدي جنبه او تنامي جنبه لحد ما يروح في النوم، وبعد كده تبقي تنقليه او تسيبيه لوحده علشان يتعود. سهير كانت رافضه الموضوع ده خالص، لكن مع اصرار جوزها عملت كده، دخلت الولد في اوضته علشان ينام
ونامت جنبه لحد ما ينام. ولما رمزي جه صحيها علشان تتنقل من جنبه رفضت إنها تسيبه لوحده، واستمر الوضع على كده كذا شهر لحد ما رمزي اشتكى لحماته. زي ما بقولك كده يا حماتي، أنا ما بقيتش حاسس إن أنا متجوز، رغم إن أنا جبت واحدة تشتغل معايا في المحل علشان يبقى عندي وقت لبيتي ومراتي، لكن سهير طول الوقت مع الولد، ما بعرفش أقعد أتكلم معاها. كل دقيقتين تسيبني وتروح تبص عليه، يا إما بتلعب معاه أو بتدخله الحمام أو بتأكله أو بتغير له أو بتنيمه، على طول قاعدة جنبه. ولو قلت لها تعالي اقعدي معايا شوية معرفش هتكلم معاها كلمتين، كل دقيقة بتقوم تبص عليه. أنا بتكلم مع حضرتك علشان تتكلمي معاها، عشان أنا خلاص تعبت من كتر الكلام معاها. كل لما نفتح سيرة الموضوع ده لازم تقلب بخناقة بيني وبينها. لا يا ابني، أنا هاجي أتكلم معاها. إزاي يعني تسيبك وتروح تنام مع الولد في الأوضة وما تقعدش تتكلم معاك ولا تقعد معاه؟ ما تقلقش، أنا هاجي وأتكلم معاها، ما تزعلش أنت نفسك. وراحت الحاجة فوقية تزور بنتها، وكانت عاملة نفسها إنها جاية تطمن عليها، لكنها شافت الوضع بنفسها. هو في إيه يا بنت بالظبط؟ هو أنت كل شوية قايمة تبصي على الواد كده ليه؟ مش عارفة أتكلم معاكي كلمتين على بعض؟ ما قعدتيش معايا نص ساعة على بعض من ساعة ما جيت. ما تفهميني هو في إيه بالظبط؟ اوعي يا بنت تكوني بتعملي مع جوزك كده. يوه يا ماما، هو أنت هتعملي زيه ولا إيه؟ أنتوا ليه مش فاهمين إن ابني لسه صغير محتاج إن أنا أهتم بيه؟ وبعدين هو أنا سبتكم وقعدت معاه؟ ده أنا بقوم أبص عليه بس وأرجع تاني. يا بنت ابنك مش لازم يشوفك طول الوقت جنبه كده عشان ما يبقاش اعتماده عليكي في كل حاجة. وكمان لازم تتعودي إنك تسيبي ابنك يتصرف لوحده ويعتمد على نفسه. وكمان جوزك ليه حق عليك. أيوة، قولي كده بقى. يبقى خالد اشتكالك مني. هو أصلا كل ما يتكلم في الموضوع ده يتخانق معايا، زعلان قوي إني بسيبه وأقعد أبص على الولد كل شوية. ولما بحس إن أنا تعبت طول اليوم من كتر ما أنا رايحة وجاية بنام جنب الولد، ويقعد هو يعملها لي مشكلة. يا بنت ابنك دلوقتي بقى عنده 4 سنين وانت لسه قاعدة معاه وبتعامليه كأنه لسه عيل عنده شهور. يبقى كده الموضوع زيادة عن حده قوي. اعدلي نفسك مع جوزك عشان ما تضيعهوش من ايدك يا خيب وتعيشوا في مشاكل ليل ونهار. سهير الفترة اللي كانت قاعدة فيها مع ابنها لوحدها وخالد بيبني شغله في البداية اتعلقت بابنها جدا، ارتبطت بيه لدرجة انها ما بقتش تعرف تقعد شوية صغيرة من غير ما يكون معاها. وعشان كده ما كانش كلام أي حد فيهم جايب أي نتيجة معاها. وفضل الوضع على كده لحد ما في يوم اتفاجئت بجوزها وهو راجع العصر من شغل. ايه ده؟ في ايه يا رمزي؟ انت مالك راجع بدري قوي كده ليه؟ هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ وبعدين مال شكلك متبهدل ليه كده؟ مفيش يا ستي، نوال اللي شغالة معايا في المحل جوزها كان تعبان بقاله فترة، وعرفت ان النهاردة الصبح توفى. وطبعا كان واجب اني اروح اعزي واحضر الدفن، بس المقابر بتاعتهم بعيدة قوي. حسيت ان انا مرهق وتعبان، قلت اما اجي اريح بقية اليوم النهاردة. ايه؟ البقاء لله. بس معلش بقى، ما تأخذنيش في اللي هقولهولك ده. ما ينفعش نوال تشتغل معاك تاني في المحل. انت عارف ان انا كنت رافضة ان واحدة ارملة او مطلقة تشتغل معاك. انت عارف انا كان رأيي في الموضوع ده من الاول ايه، بس كانت الاول متجوزة، لكن دلوقتي لا. يعني مش هينفع تقعد معاك في المحل. انت بتقولي ايه وبتفكري ازاي اصلا؟ يعني انا كنت مشغلها وجوزها موجود وبيساعدها في المصاريف، دلوقتي لما بقت لوحدها وبتشتغل عشان تصرف على طفلة يتيم اطردها من المحل؟ انت مجنونة ولا في حاجة في دماغك؟ انا لا مجنونة ولا غيره، اللي بتكلم فيه ده هو الطبيعي، والاصول بقى انها تشوف شغل عند حد تاني غيرها. دلوقتي هي ما بقاش معاها راجل، افرض ده بعد ما فقت من صدمة جوزها بدأت تلف عليك، اعمل ايه انا بقى ساعتها؟ بقولك ايه يا سهير، افهميني كده وبطلي غباء. اولا انا مش عيل صغير عشان واحدة تعرف تلف عليا، وثانيا دي شغالة معايا بقالها مدة، يعني فاهمة الشغل كويس والزباين عرفوها واخدوا عليها، وفي زباين بيجوا مخصوص علشانها ولسانها حلو مع الناس. يعني ما ينفعش امشيها واجيب واحدة جديدة لسه هعلمها الشغل من اول وجديد. اعقلي كده وخلي عندك ثقة في نفسك وفيا. سهير ما كانتش مطمنة خالص للي جوزها بيقوله، بس قررت انها تسكت في الوقت الحاضر علشان ما تعملش مشكلة، وده خلاها على طول عصبية.
وبعد فترة رجعت تتكلم تاني في الموضوع ده، وأوقات كتير الموضوع كان بيقلب بينهم لخناق، وابتدى رمزي يتجنب إنه يقعد في البيت بسبب المشاكل والخناق. كده كده هو كان شايف إن اهتمامها الأول والأخير بابنها وبس، علشان كده فضل إنه يقعد طول اليوم بره البيت، والعلاقة اتوترت ما بينهم جدا. إيه يا هانة، هو أنت كل ما تشوفي وشي داخل البيت تجري وتسيبيني وتروحي تقعدي مع الولد؟ هو في إيه؟ كنت ببص على الولد ليكون محتاج حاجة ولا ينده عليا وما اسمعهوش، عشان كده بحب ابص عليه كل شويه واطمن عليه، وانت عارف ده. هو انت مش قلتي ان الولد نايم؟ يبقى بتبصي عليه ليه؟ هيكون محتاج ايه يعني وهو نايم؟ اقعدي معايا شويه، شوفيني محتاج حاجه ولا عايز حاجه. اتفضل، انا جيت اهو، قول بقى عايز ايه. وبعدين هو اللي انا ببص عليه ده مش ابنك برضو؟ ولا انت بقى مخك صغير وبتغير من ابنك؟ هو انا لما اطلب منك ابسط حقوقي انك تقعدي معايا يبقى بغير من ابني؟ ما تفكري في الكلام قبل ما تقوليه. انت كل 10 دقايق تقومي تبصي على الولد، انا مش فاهم بتعملي ليه كده. سيبيه، سيبيه لما هو اللي يصحى لوحده وينده عليكي ولا يعوز حاجه. ده احنا حتى لو قاعدين بناكل بتسيبيني اكل لوحدي وتاخديه على رجلك تقعدي تاكليه. لو قاعدين بنتكلم في حاجه تسيبيني وتقومي تشوفي طلباته هو الاول. انا مش فاهم بصراحه، انت متجوزاني انا ولا متجوزاه هو؟ لا، ده انت مخك تعبان على الاخر. هو في حد يتضايق ان مراته بتهتم بابنه؟ في الاول والاخر ده ابنك، والمفروض تشاركني في الاهتمام ده بيه، والمفروض بدل ما تزعل مني انت تشاركني في اللي انا بعمله ده. انا عارف، انا عارف ان الكلام معاكي ملوش اي فايده، تعبت معاكي من كتر الكلام. بقالنا دلوقتي كذا سنه مخلفين ومفيش حاجه بتتغير، يبقى ملوش لازمه الكلام معاكي. وتاني يوم على الفطار اتخانقوا نفس الخناقه. ما يلا يا ست سهير، خلينا نفطر بقى، انا هفضل قاعد بتفرج على الاكل كده كتير؟ يوه يا حبيبي، ما انت بتصحى كل يوم في الميعاد ده علشان تروح شغلك، وده نفس الوقت اللي بجهز فيه خالد للمدرسه علشان تاخده توصله معاك في سكتك. يبقى هقعد افطر ازاي بقى واسيبه يتاخر؟ معلش يا حبيبي، افطر انت وانا هبقى افطر لوحدي بعدين. اوف، دي بقت عيشه تاثر العمر. وادي الفطار بتاعك اهو، لا عايز افطر ولا عايز منك حاجه. انا هنزل ادور العربيه احسن على بال ما تنزلي المحروس ابني، والفطار عندك اهو، ابقي افطري انت بقى واتبسطي براحتك. هو انت زعلان ليه دلوقتي؟ هو انت فاكرني ب100 ايد ولا ايه؟ فاكر اني هقدر اجهز خالد للمدرسه واعمل له السندوتشات بتاعته واغير له هدومه واسرح له وكمان اجهز لك الفطار واقعد افطر معاك؟ انا المفروض اعمل ايه ولا ايه؟ بدل ما تقعد تقطمني كده في كل حاجه شاركني في اللي انا بعمله. ودلوقتي طلعت انا اللي غلطان كمان؟ على العموم يا ستي خلصي وخلي الولد ينزل لي تحت عشان اوديه المدرسه واروح على شغل، وخلاص شبعت ومش عايز اكل. وودى ابنه على المدرسه وراح على شغل. ولما وصل المحل كانت نوال فتحت المحل وقاعده لسه هتبتدي تفطر. صباح الخير يا نوال. ايه ده، انت لسه ما فطرتيش؟ ده انا كنت فاكر انك بتفطري مع بنتك في البيت، اصل ما بشوفكيش تفطري هنا يعني. انا كنت الاول بفطر مع بنتي وهي في البيت وهي لسه صغيره، لكن دلوقتي خلاص بقى عندها 6 سنين وراحت المدرسه، بتاخد سندوتشات معاها وانا باجي افطر هنا. والنهارده اتاخرت في الفطار شويه، اصل جيت الصبح بفتح لقيت في زباين مستنيين، قلت اخلص معاهم الاول وبعدين افطر. وبعدين يعني الواحد ملوش نفس، وبعدين يعني ده هي لقمه كده وخلاص. الواحد لما بياكل لوحده ما بيبقاش ليه نفس ياكل. اه والله عندك حق، اهو على الاقل خالص انت ما معكيش حد وعايشه انت وبنتك وبس، فطبيعي انك تاكلي لوحدك. لكن غيرك بقى عنده بيت واسره وبرضه بياكل لوحده. لا طبعا، ايام جوز الله يرحمه لما كان عايش كنا بنفطر انا وهو قبل ما ننزل على شغلنا، ولما كنت ارجع من الشغل كنت اجهز كل حاجه واستناه علشان يرجع يلاقيني انا والاكل والبيت على سنجة 10. ده حتى يعني لو الواحده بتشتغل وتساعد جوزها لازم جوزها يجي ويلاقي البيت هادي ونضيف وهي تبقى مستنياه، والابتسامه ماليه وشها، تتكلم معاه تهزر معاه وتضحك معاه علشان ينسى تعب اليوم كله. معلش يعني اسف في السؤال، انت كنت بتلاقي وقت تهتمي بنفسك وببيتك وبجوزك امتى وانت عندك عيله صغيره؟ اللي انا اعرفه يعني ان اللي عندهم اطفال صغيرين ما بتعرفش تهتم غير بيهم هم وبس. لا طبعا،
مين اللي قالك كده؟ الستات الخايبة بس هي اللي بتعمل كده. لكن أنا كنت مخلية بنتي تعتمد على نفسها من وهي صغيرة، من وهي عندها 1.5 سنة. عشان كده لما كبرت كانت متعودة إنها تنام لوحدها وتعمل لوحدها اللي هي عايزاه، وعشان كده الدنيا كانت خفيفة عليا. قدرت أهتم بنفسي وببيتي وجوزي وبنتي كمان. يعني الموضوع كان بسيط قوي وسهلتها على نفسي. بقولك إيه، ما تيجي تفطر معايا وتفتح نفسي على الأكل؟ والله أنا لسه ما فطرتش، بس الأكل اللي معاكي ده مش هيقضينا إحنا الاتنين. أنا هخرج أزود على الأكل اللي معاكي عشان نفطر كويس. بيني وبينك أنا ما بحبش أكل الشارع. أنا بعد كده هعمل حسابي وأجيب أكل من البيت، وهزود كمان عشان نفطر سوا. وابتدى يبقى فيه كلام وحكايات ما بين رمزي ونوال. في الأول كانت العلاقة ما بينهم عبارة عن صاحب مكان وموظفة عنده، لكن بعد كده اتطور الموضوع ما بينهم لكلام وأكل مع بعض، وكانوا يقعدوا يتكلموا ويحكوا مع بعض عن مشاكلهم، وخصوصا من ساعة وفاة جوزها. وهو كان بيقعد يحكي لها مشاكله واللي بيحصل معاه، وكانوا بياخدوا رأي بعض. وبدأ رمزي يلاقي مع نوال اللي مش لاقيه في بيته. أنا ما بقيتش أحسس إن أنا متجوز، تعبت. نفسي يبقى لي زوجة أقعد أتكلم معاها، أرجع من شغل ألاقيها مستنياني في البيت، تقعد تاكل معايا، تشاركني حياتي، تسألني عن شغلي وعن اللي بيحصل لي. لكن مراتي مهتمية بابننا وبس. أنا مستحمل وعمال أقول ابننا هيكبر وتسيبه يعتمد على نفسه، والعمر بيعدي. يعني دلوقتي خالد ابني بقى عنده 6 سنين، المفروض إن أفضل أستحمل الوضع ده لحد إمتى؟ لحد ما خالد يكبر ويتجوز ويكون عمري عدى وانتهى؟ بصراحة يعني الله يكون في عونك. ده انت جبل عشان تستحمل كل ده. يا ريت جوزي يرجع يوم واحد بس وانا اوريه الهنا اللي في الدنيا كله. صحيح ما تحسش بقيمة الراجل غير ست زي حالاتي عايشة لوحدها. بصراحة كده مراتك دي غلطان، واي واحد غيرك ما كانش يستحمل ده كله معاها، ما كانش سابها عايشة معاه اصلا. انا اسفة يعني لو بتكلم بصراحة، بس انا ست صريحة، لا بحب اللف ولا الدوران. الا قوليلي يا نوال، انت جوزك دلوقتي ميت بقاله 2 سنين، ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ يعني انت قايله لي صحيح انك كنت بتحبيه وان هو كان انسان كويس، لكن مش معقوله يعني بعد 2 سنين لسه مش قادره تكوني مع حد تاني غيره؟ خصوصا يعني ما تاخذنيش انك صغيره في السن. والله فكرت كتير في الارتباط، بس المشكله بقى ان كل اللي بيجيلي بيكون متجوز وبيكون عايزني زوجه تانية او كبير في السن، وانا بقى مش عايزه اتجوز راجل كبير في السن علشان فلوس. اصل انا ست ما بيهمنيش الفلوس ابدا، ومش عايزه اخد راجل متجوز عشان مش هقبل ان واحده تانية تشاركني فيه. انا عايزه راجل يكون ليا انا لوحدي، اعرف اهتم بيه. انت فاهمني طبعا. للاسف الحاجه الصح دايما بتجيلنا في الوقت الغلط، بس نصيب بقى، هنعمل ايه؟ انا كنت عايزه اسالك على حاجه. هو انت غيرتي البرفان بتاعك؟ ايه ده؟ هو انت خدت بالك؟ اصل انا حسيت ان ريحته احلى، ولا انت ايه رايك؟ هو الاتنين حلوين بصراحه، انت ذوقك روعه في كل حاجه، لكن انا كان بيعجبني الاول اكتر. يعني كانت ريحته هاديه كده وفي نفس الوقت جميله. اصلا انا دايما بيعجبني الروايح الهاديه، يعني انا من الناس اللي بتعجبني كل حاجه بسيطه وسمبل. يا خبر ابيض، يعني ذوقنا زي بعض. اصلا انا كمان بحب الحاجات الهاديه البسيطه، واللي نصحتني اغير البرفان بتاعتي واحده صاحبتي، قالت لي جربه، لكن خلاص مش هستعمله تاني. نوال كانت دايما بتهتم بنفسها، وكان لما بيجي طلبية هدوم جديدة في المحل كانت نوال بتنقي أحسن حاجة منها، وكانت بتتعمد إنها تنقيها قدام رمزي، وهو كان واخد باله جدا، لدرجة إنه بقى معظم الوقت قاعد في المحل وبطل ياخد أجازات. وكل ما كان يحكي حاجة لنوال كانت تقومه على مراته، لحد ما خلته ما بقاش طايق يتكلم مع سهير مراته ولا يبص في وشها. في الوقت ده كانت سهير ابتدت تتغير معاملتها معاه، ابنها كبر عن الأول، وابتدت تلاحظ إن رمزي ما بقاش يقعد في البيت خالص، وابتدت تلاحظ كده إنه بيضيع منها، فقررت إنها لازم تتغير. يعني متهيالي كده قررت متأخر، بس ابتدت تتغير وتاخد بالها من نفسها ومن بيتها وتهتم برمزي. بقت تستنى رمزي كل يوم وهو راجع من المحل علشان تقعد معاه وتتكلم وتهزر وتضحك، لكن هو كان أخد على إنه يرجع البيت وما يقعدش معاها. كان بيكلمها وبيرد عليها بالعافية، ما بقاش متقبل منها أي كلام.
واستمر الوضع على كده فترة. سهير كانت بتحاول ورمزي ما كانش متقبلها، لحد ما قررت إنها تتكلم معاه. لو سمحت يا رمزي، أنا عايزة أتكلم معاك شوية. أنا راجع تعبان وعايزة أنام. أجلي أي كلام لبعدين. أنا كل ما أحاول أتكلم معاك تقولي أجلي الموضوع لبعدين، وأنا خلاص مش هينفع أجل أكتر من كده. لازم نتكلم وأعرف فيه إيه بالظبط. الموضوع كده زاد عن حده قوي. اتفضلي اتفضلي اتكلمي. ما أنا عارف إني مش هرتاح. ما أنت كنت سايباني على طول وقاعد براحتي وقاعدة أنت معاك. إيه بقى اللي غيرك كده وخلاكي مهتمية بيا زيادة عن اللزوم؟ يا ستي ارجعي زي ما كنت. أنا مش عايزك تهتمي بيا. يا سلام، أعمل لك إيه يعني؟ ما أنت كنت بتشتكيني لطوب الأرض وبتشتكي لماما كل شوية، ودلوقتي لما بقيت أهتم بيك ما بقاش عاجب. وبعدين أنا ما أهملتش فيك. أنا من يوم ما خلفت ابني وأنا جاية على نفسي علشان كنت ببقى طول النهار مع الولد، ورغم كده كنت مهتمية بالبيت ومصممة إن البيت دايما يكون نظيف ومترتب، وبعمل لك أكلك وشربك وكل طلباتك، وهدومك كانت بتبقى على طول نظيفة ومكوية، وحاجات تانية كتير، وكنت اللي بقدر عليه بعمله. يعني لو قصرت معاك شوية كنت بعمل الحاجات دي كلها على قد ما أقدر. وكنت برضو مقدرة إنك طول النهار في شغلك وما بتقدرش تقعد معانا. لازم أنت كمان تقدر إني مش هقدر أضغط على نفسي طول الوقت. لازم يبقى لي وقت أرتاح فيه. يا ستي وأنا سبتك ترتاحي براحتك، وبقولك خليكي عايشة مع نفسك ومع ابنك وملكيش دعوة بيا. أنت بقى اللي مصممة تدخلي نفسك في حياتي بالعافية. لا، دي ما بقتش عيشة. أنا مش فاهمة أنت بتعاقبني على إيه. أنا بعمل اللي أقدر عليه، بحاول أقرب منك وأنت اللي بتبعد عني. أنا مش فاهمة في إيه بالظبط. وحتى يا سيدي لو قصرت معاك في حاجة ولا غلطت، أديني بحاول أصلحها وبحاول أقرب منك أكتر. ما تقولي يا رمزي في إيه بالظبط؟ بصراحة كده ومن الآخر، أنا ما بقيتش قادر أعيش العيشة دي. بقيت حاسس إن العيشة بينا مستحيلة. أنا عايز واحدة تعمل المستحيل علشان ترضيني وما تشوفش أي حد غيري. مش تقعد تقسم اليوم بيني وبين حد تاني، حتى لو الحد التاني ده يكون ابن. أنا عايز الوقت اللي أقعده في البيت ده يبقى لي أنا وبس. لكن أنت بتقسمي وقتك ما بيني وما بين البيت وما بين خالد، لما بقيت أكره وجودي في البيت. ومعلش بقى، أنا شايف إن الوضع ده ما ينفعنيش. أنا مش هقدر أستحمل العيشة دي. أنا ما كنتش عايزة أتكلم، لكن طالما أنت بقى اللي فتحتي الموضوع يبقى لازم أتكلم معاكي بصراحة. لو أنت فكرت في الموضوع شوية هتعرف إن أنا ما قصرتش معاك في حاجة. ما أنا كمان استحملت تقصيرك معايا. أنت كنت وما زلت بتقعد في المحل 24 ساعة وما بتاخدش أجازات. حتى المدة اللي كنت بتاخد فيها أجازات رجعت تاني تقعد في المحل أكتر من الأول. ما بقتش حاسة إن أنا كمان متجوزة. بحاول أقرب منك وأنت اللي بتبعد دلوقتي. بتقولي مش هقدر أستمر معاكي وبتبيعني أنا وابنك بكل بساطة. بقولك إيه يا سهير، أنا أعصابي تعبانة، محتاجة أقعد كام يوم كده مع نفسي عشان أشوف إيه اللي هعمله بعد كده. يا ريت يعني لو تاخدي ابنك وتروحي تقعدي عند الحاجة أمك شوية، وأنا لما أعرف أنا ناوي على إيه بالظبط هبقى أجي وأتكلم مع الحاجة فوقية في كل حاجة. سهير كانت مصدومة من اللي بتسمعه من جوزها. حست إن كرامتها انجرحت. ما قدرتش تيجي على نفسها وتقعد في البيت تاني بعد الكلام اللي هو قاله لها. أخدت ابنها تاني يوم الصبح وراحت عند مامتها وحكت لها على اللي حصل. أنا مش فاهمة يا ماما في إيه بالظبط. أنا حاولت أصلح اللي كان بيحصل. الولد كان صغير الأول، كان بيلومني على إيه؟ لما حسيت إن خلاص الولد كبر شوية ابتديت أهتم بيه تاني. يعني كل حاجة كانت بتحصل الأول كانت غصب عني، ودلوقتي لما حاولت أصلح لقيته مش متقبل ده. يا بنتي، الراجل عامل زي العيل الصغير، بيبقى عايز يحس إن هو محور الكون، وإنت كنت مقسمة الوقت ما بينه وما بين ابنك وبيتك، أو بمعنى أصح كنت مدية اهتمامك لابنك وبس. الراجل ياما اشتكى وريقه نشف من الكلام، وهو في الآخر ما قدرش يستحمل ده. يا حبيبتي الرجالة مش زينا، ما يعرفوش يفكروا غير في نفسهم وبس. يعني أنا كان المفروض أعمل إيه أكتر من كده؟ هو أنا حديد يعني؟ المفروض إن أقدر أهتم بابني وبيتي وبيه، وما عنديش أي وقت لنفسي خالص. ورغم كل ده برضو أنا مقصرة. أنا تعبت يا ماما، مش فاهمة هو عايز إيه بس، ودلوقتي عايز يهد حياتنا ليه؟ يا بنتي اهدي بس وما تعمليش في نفسك كده. اللي جوزك قاله ده كان كلام ساعة زعل وعصبية وخلاص. دلوقتي لما يلاقي البيت فاضي عليه ومفيش حد يقعد يتكلم معاه ولا يهتم بيه هيجي يرجعك.
وساعتها أنا اللي هتكلم معاه وهشدلك عليه كمان، وكل حاجة إن شاء الله هتبقى كويسة. لكن اللي حصل كان غير كده. اتفاجئت سهير ومامتها إن رمزي بعت ورقة الطلاق، وما دخلش البيت عند مامتها غير علشان يدفع لها حقوقها وينهي كل حاجة ما بينهم. فهمني يا ابني، فهمني بنتي عملت إيه بالظبط وغلطت في إيه عشان يستاهل إنك تهد حياتك وحياتها بالشكل ده وتخلي ابنكم يتربى بعيد عنكم بكل بساطة. معلش يا حاج، بس خلاص بقى، النصيب اتقطع لحد كده. أنا مش حابب أتكلم في الموضوع ده. أنا كل الحكاية إني حسيت إني مش قادرة أكمل، وربنا يرزقها بحد أحسن مني، وربنا يرزقني أنا كمان بحد أحسن منها، وكل واحد يكمل حياته زي ما يرتاح. أنا جاي النهاردة عشان أديها حقوقها واتفق على المواعيد اللي هشوف خالد ابني فيها، ومش جاي عشان أتكلم في أي حاجة تانية. وحتى لو جاي تتكلم في حاجة تانية أنا أصلا مش هرجع طالما أنت بعتني وفكرت في الطلاق. وبالنسبة لخالد فأنا مش همنعه عنه، وقت ما تحب تشوفه وتاخده تقدر تاخده في أي وقت. لا معلش، أنا مش عايز كلام عايم كده، أنا عايز اتفاقات محددة عشان يبقى أنا وإنتي ملزمين بتنفيذها. أنا جهزتلك كل حقوق وجاي النهاردة عشان أدفعها لك، وكمان هديكي نفقة لخالد كل شهر، لكن هيقعد أسبوع عندك وأسبوع عندي عشان يبقى الاهتمام ما بيننا مشترك. وكمان ابني لما يكبر ما يحسش إن أنا أهملت فيه أو بعته، ويعرف قد إيه إن أنا كنت بحبه وبهتم بيه أكتر من أي حد، ويعرف كمان إن أنا كنت بحبه وبهتم بيه أكتر منك أنت. يا سلام، ماشي يا رمزي، أنا موافقة، مش همنع عنك خالد إلا إذا هو نفسه اللي طلب مني كده. وربنا يوفقك ويسعدك في حياتك، وإن شاء الله ربنا يكتب لي ويكتب لك الخير. وطلق رمزي سهير وبقى فاضي لنوال، زاد اهتمامه بيها زيادة عن اللزوم. وكمان نوال لما عرفت إن هو طلق مراته اهتمامها هي كمان زاد بيه. وبس يا ستي، اتفقت معاها زي ما بقولك كده إن الولد يكون عندها هي أسبوع وعندي أنا أسبوع، واتفقت إني هدفع لها كل مصاريفه عشان ما يبقى لهاش أي حجة تتكلم معايا في حاجة. برافو عليك، برافو عليك إنك عملت كده. طالما قررت تبدأ حياة جديدة مع إنسانة تقدرك وتهتم بيك يبقى لازم تقطع كل القديم. بس بصراحة يعني أنا شايفة إن المبلغ اللي أنت هتديهولها ده كبير قوي. أنت بتقول هتاخد الولد أسبوعين كل شهر وهيكون عندها هي أسبوعين بس، وأنت اللي هتدفع كل المصاريف. أنا من رأيي بقى يا إما تقلل المبلغ شوية، يا إما المبلغ ده يكون شامل كل مصاريف الولد بما فيهم الوقت اللي هيكون فيه عنده. بيني وبينك أنا اللي حددت المبلغ ده عشان زي ما قلتلك كده أقطع أي تواصل من ناحيتها. أنا خلاص ما بقيتش عايزها في حياتي، أصل أنا بحب واحدة تانية وناوي أتجوزها. يا بختها. ويا ترى بقى مين المحظوظة دي اللي راجل زيك يفكر فيها؟ أصل اللي واحد زيك كده يشوفها ويحبها أكيد تبقى أمها ده عيالها. هي بصراحة ما فيش زيها، وبيني وبينك مش هقدر أكمل حياتي من غيرها. بصراحة كده يا نوال، الإنسانة دي تبقى أنت. أنا بحبك وعايزة أرتبط بيك، وأوعدك إن هحط بنتك في عيني وهعملها زي ما بعامل خالد ابني بالظبط. إيه ده؟ يا خبر أبيض، أنا ما كنتش أعرف إنك بتتكلم عليا أنا. بصراحة كده ضميري هيأنب، يعني هحس إنك طلقت مراتك بسبب، وأنا لا يمكن أقبل كده أبدا. أرجوك ابعد عني ورجع مراتك، أنا مش هقدر أعيش بالذنب ده. أهو بعد اللي انت قلتيه ده أنا مصمم إن أتجوزك أكتر من الأول. إزاي أسيب واحدة زيك بتفكر تسعد كل اللي حواليها وتنسى نفسها؟ وفي خلال مدة بسيطة كان رمزي مجهز الشقة واتجوز نوال، واتنقلت عشان تعيش معاه هي وبنتها في شقته. أما سهير بعد الطلاق فضلت عايشة مع مامتها. البيه اتجوز يا ماما، ما كملش على طلاقنا شهرين واتجوز. ده زي ما يكون طلقني مخصوص عشان يتجوزها. قولي لي يا ماما اعمل ايه؟ دبريني، انا مش عارفه اتصرف ازاي. العمل عمل ربنا يا بنتي، يا ما كلمت قلتلك خدي بالك من بيتك ومن جوزك، لكن مفيش فايده فيك. فضلتي ماشيه ورا دماغك انت وبس، وادي النتيجه في الاخر. بس هقول ايه، اهو كله اسم ونصيب، وما قداميش غير ان اقولك شوفي حياتك انت كمان. انت لسه صغيره، ما تضيعيش عمرك على الفاضي. لو جالك نصيبك اتجوزي، اتجوزي وشوفي حياتك زي ما هو شاف حياته يا بنتي. ومين بس يا ماما اللي هيرضى يتجوز واحدة ومعاها عيل صغير
وافرضي اللي هتجوزه ده عامل خالد بطريقة وحشة، يبقى ساعتها هتطلق مرة تانية. أنا خاف أمر بتجربة زي دي يا ماما. يا بنتي ما في ناس ياما كويسين وعندها ضمير. وبعدين هو أنا بقولك اتجوزي دلوقتي حالا؟ انت لسه قدامك العدة تكمليها، ولسه على ما ربنا يبعتلك نصيبك تاني. أنا بقولك كده لما تلاقي حد كويس ومناسب ليك، وسيبي الأمور ربنا يدبرها، وارمي حمولك على الله يا بنتي. وعاشت سهير حوالي سنة مع مامتها، وكان في الوقت ده خالد بيروح زيارات لباباه زي ما اتفق. بس نوال بان وشها الحقيقي، كانت بتعامل خالد بأسلوب قدام باباه، ومن وراه بتعامله بطريقة تانية خالص. طبعا طريقة مرات الأب. احنا مش بنقول ان كل مرات أب بتعمل كده، بالعكس، في نماذج كتير شفتها بعيني بتبقى أحن من الأم نفسها. لكن في نماذج تانية إلا من رحم ربي بتعامل ولاد جوزها كأنهم عدوين ليها. يعني كانت نوال بتعمل زي أي مرات أب أصيلة. يعني نوال كانت ليها سكك كده ملتوي، كانت بتتعامل زي ما قلنا مع خالد بطريقة حلوة قوي قدام باباه، ودايما بنوصلها لرمزي إن ابنه بيكرهها، وإن مامته هي اللي دايما بتسلطه علشان تخرب العيشة ما بينهم. بس هي بتحبه وبتستحمله علشان هو زي ابنها. بس هي كانت بتعامله زي ابنها، وكمان كانت بتعامله حلو علشان هو ابن رمزي حبيبها. طبعا هي كانت مفهمة رمزي كده، لكن من وراه كانت بتهينه وبتضربه. ودايما كانت بتعمل كل حاجة حلوة لبنتها وهو لأ. وكانت دايما تحط له بواقي الأكل، أو لو في فاكهة كانت تحط الفاكهة لبنتها وتديله هو حتة صغيرة. خدي يا سارة يا حبيبتي، أنا قطعتلك طبق الفاكهة ده عشان تاكلي منه وتشبعي. أنا عارفة إنك بتحبي الفاكهة زيهم. وإنت يا خالد خد نص التفاحية دي سلي نفسك بيها على بال ما باباك يشتري فاكهة تاني، أصل الفاكهة خلصت خلاص. أنا عايز طبق فاكهة متقطع زي اللي قدام سارة. اشمعنى هي تاخد طبق فاكهة كامل وأنا آخد نص تفاحية وبس؟ أنا مش عايز كده. اللي أنا اديهولك تقول عليه حاضر وما تفتحش بقك. إيه قلة الأدب والبجاحة دي؟ هو أنت جاي هنا عشان تبص البنت في الأكل؟ بلاش بجاحة يا حبيبي، أنت هنا ضيف مش أكتر. هو أنت مفكره بيتك ولا إيه؟ ده بيت بابا، يعني بيتي أنا، وإحنا كنا عايشين هنا من الأول. وبعدين هو مش باباها، يبقى البيت ده بيتي أنا ومش بيتها هي. أنا عايز زيها، يا إما هقول لبابا لما يجي. طب جرب كده تقول لأبوك حاجة، وساعتها يا ولك من اللي هعمله فيه. كتك داهية في تربيتك. بس هقول إيه؟ أهو كله من مقصوفة الرقبة ما عرفتش تربيه. داهية تاخدك وتاخدها وتريحني منكم انتوا الاتنين. ما تدعيش على ماما كده، هي ما عملتلكيش حاجة وما بتدعيش عليكي، يبقى ما تجيبيش سيرتها خالص. وبعدين أنا مامتي بتجيب لي كل حاجة ومش مخلياني محتاج حاجة. اتفضلي الفاكهة بتاعتك اهي، أنا مش عايز منكم حاجة، وهقول لبابا على اللي انت بتعمليه معايا ومش هخاف منه. هات كتك الهم، خسارة فيك تاكلها. خدي يا سارة يا حبيبتي، كل انت وتهني، وابقى وريني بقى هتقول لابوك ازاي، عشان اوريك بروفة من اللي هيحصل فيه. كل لما هتتسحب من لسانك كده وتقول له حاجة هوريك انا هعمل فيك ايه. ولما رجع رمزي من المحل حكاله خالد على اللي عملته نوال، لكن نوال كانت مجهزة نفسها. خرجت له بطبق الفاكهة اللي اتبقى من بنتها وورته له وهي بتعيط، عشان تعرف بس ان ابنك كداب. ادي بقيت طبق الفاكهة اللي فاض منه اهو، وسارة بنتي هي اللي ما اكلتش. وادي سارة هي قدامك اسألها. انا عارفة ان مامته اللي بتسلطه يعمل كده وينكد عليا، ده غير طبعا التكسير والبهدلة اللي بيبهدلها في البيت. انا عارفة انها مش هتسيبني مرتاح، وهتنكد عليا عيشتي، وهتحاول تخليك تطلقني بأي طريقة. اكيد هي اللي مسلطة ابنك يعمل كل ده، وهو بينفذ اوامرها بالظبط. ليه كده يا خالد؟ ليه بتعمل كده؟ هو ده اللي مامتك بتعلمهولك؟ هي دي التربية اللي بتربيها لك؟ ازاي تعمل كده مع ماما نوال وسارة اختك؟ انا مش كداب يا بابا، هي ما ادتنيش فاكهة، وكمان قالت لي انا هضربك واكسر عظمك، ودعت على ماما وعليا كمان، وشتمتنا احنا الاتنين. ارجوك يا بابا صدقني، طنط نوال ما بتقولش الحقيقة، هي وسارة كدابين. 1000 مرة قلت لك قبل كده اسمها ماما نوال، دي تبقى مامتك زيها زي مامتك سهير بالظبط. تقول لها يا ماما نوال، هي امك التانية. انت فاهم ولا لا؟ لو سمعتك بتقول لها طنط تاني هتشوف مني طريقة ما تعجبكش.
اتفضل يلا امشي من قدامي على اوضتك، انت متعاقد ومش هتخرج تتعشى معانا. دخل خالد الأوضة وهو بيعيط. ليه كده بس يا رمز؟ ما كانش لازم تقسى عليه قوي كده. أنا خايفة الولد يكره، خصوصا يعني إن هو ملوش ذنب. مامته بقى الله يسامحها هي اللي بتقومه علينا ومخلياه يكرهني كده. ربنا يعلم أنا بحبه قد إيه وبحاول أحافظ على علاقتي بيه، لكن بسبب كلام مامته بقى هو رافضني خالص. بلاش انت كمان تقسى عليه كده عشان ما يكرهنيش. يا حبيبتي يا نوال، قد ايه انت حنينه، بس انا كان لازم اعمل معاه كده. لازم يعرف ان الكذب والغلط ليه عقاب. لو سبته كده من غير ما عاقبه الموضوع ممكن يزيد معاه، وانا مش عايزه يكون مش متربي. والله بقى انت حر في نفسك، بس ده ابني حبيبي وانا مش هستحمل ان هو ينام من غير عشاء. وبعد اذنك بقى انا هدخله سندوتشات عشان يتعشى هو في الاوضه. ما ينفعش يا حبيبي ينام وهو جعان. وانا مش هقولك لا يا قلبي، انت تقدري تعملي اللي انت عايزاه. حقيقي انا محظوظ بيكي. تعرفي انا بتمنى ان خالد يعيش معانا على طول عشان تربيه انت ويطلع انسان محترم. وانا كمان يا حبيبي بتمنى ان هو يعيش معانا هنا على طول، لكن حرام بقى نحرمه من مامته. خليه ما بين هنا وهناك لحسن مامته تفتكر ان انا اخدت ابنها منها وتقعد تدعي عليا. اقعد انت بقى كده ارتاح على بال ما ادخله سندوتشات وبعد كده اجي اجهز العشاء عشان نتعشى احنا التلاتة مع بعض، انا وانت وساره. ودخلت نوال على اوضه خالد. انا قلت لك ان ابوك مش هيصدقك وهيسمع كلامي انا، وانت ما سمعتش الكلام. دلوقتي بقى هتنام جعان عشان تتعلم الادب وتعرف ان رضاي عليك اهم من رضا مامتك ومن رضا الكل. لاني لو مرضتش عليك يبقى الفترة اللي هتقضيها هنا معانا هتبقى اسود فترة في حياتك، وما تفتكرش ان حد هينقذك مني. لا يا حبيبي، زي ما انت شفت كده ابوك بقى عبارة عن خاتم في صباعي، يعني بكلمة واحدة مني يعمل كل اللي انا عايزاه. وان شاء الله انا وراك والزمن طويل لحد ما ربنا يريحني منه ويبقى يريحني من امك كمان، عشان ابقى خلصت منكم انتوا الاتنين. بعد الشر على ماما، ان شاء الله انت اللي تموتي. انا بكرهك وما بحبكيش، وعمري ابدا ما هقولك يا ماما، ولا عمري هعتبرك مكان ماما ابدا. انت بتدعي عليا، الف بعد الشر عليا. طب ايه رايك بقى ان انا قاعده على قلبك انت وامك، وزي ما اخدت منها ابوك واخدت منها كل حاجه هفضل عامله زي الشوكه اللي في زورك وزورها العمر كله. في الفتره دي كان عدى حوالي سنه على جواز رمزي ونوال، وكان سهير في الفتره دي مامتها توفت وتقدم لها جار ليهم في المنطقه، وقعد يتكلم معاها بصراحه. على فكره يا مدام سهير، اتطلقت انا ومراتي مش عشان مشاكل بينا، احنا حياتنا كانت كويسه قوي وما كانش فيه اي مشاكل ما بينا، واتطلقنا بالاتفاق مع بعض وبمنتهى الاحترام. سبب طلاقنا كان ان عندي مشكله في موضوع الخلفه، وكان الموضوع محتاج علاج كتير، وكان الموضوع هيطول، ومراتي ما كانتش قادره تصبر اكتر من كده. اتفقنا ان احنا هننفصل بمنتهى الاحترام، وهي تشوف حياتها وانا كمان اشوف حياتي. انا كنت هقولك على الموضوع ده علشان اديكي حق الاختيار زيها، يا اما تصبري معايا في رحله علاجي يا اما اشوف واحده تانية، وتاكدي ان انا هعامل ابنك كانه ابني بالظبط. ولو ربنا اراد ان يكون لي اطفال منك هيبقوا كلهم ولادي بما فيهم خالد، ولو ربنا اراد ان ما يكونش عندي اطفال تانية انا هعتبر خالد ابني وهيكون هو كفايه عليا قوي. انا مش بضغط عليكي، فكري براحتك وانا هستنى انك تردي عليا. وبعد ما فكرت سهير ولقيت ان هو شخص محترم والناس كلها بتشكر في ادبه واخلاقه، قالت وليه لا، خصوصا انها بقت لوحدها بعد وفاه مامتها، ووافقت على جوازها من فارس، خصوصا ان هو اكد لها ان هو هيراعي ابنها كانه ابنه بالظبط. وده بالفعل اللي حصل. فارس كان انسان محترم جدا، وكان بيراعي ربنا في معاملته مع خالد لانه كان محروم من نعمه الابوه، وكان بيعوض ده في خالد. وخالد شاف فرق المعامله اللي بيشوفه في بيت باباه واللي في بيت مامته. كان بيشوف في بيت باباه المعامله الوحشه من نوال وبنتها، وباباه ما كانش بيصدقه، وكان بيصدق نوال وبنتها في كل حاجه. وكانت نوال دايما بتحاول تصدر له ان ابنه اخلاقه مش كويسه، وانه كان بيجي متسلط من مامته علشان ينكد عليه. اما فارس كان بيعامله معامله الاب الابن، كان بيعوض فيه حته حرمانه من الابوه، كان بيهتم بيه وبيراعيه لدرجه ان الولد حبه اكتر من ابوه.
وبقى بالفعل بيقول له يا بابا. وكانت الفترة اللي بيروح يقضيها عند باباه أسوأ فترة بيمر بيها، وما كانش بيحب يروح هناك. وكان في الوقت ده خالد بقى عنده 9 سنين، يعني كان فاهم ومدرك كل اللي بيحصل معاه. كان دايما لما بيروح عند باباه أعصابه كانت بتتعب، ويرجع من هناك خاسس ووشه تعبان، وكأنه مش بياكل ولا ينام كويس. مالك يا حبيبي؟ أنا مش فاهمة، أنت كل ما تروح عند باباك بترجع حزين وزعلان كده ليه؟ قولي بس إيه اللي بيحصل، فهمني. مفيش يا ماما، أنا بس مش بحب أروح عند الست اللي اسمها نوال دي، مش عايزة أروح هناك تاني، وكمان ما بحبش بنتها. أنا مش عارف ليه حضرتك بتوديني هناك، أنا مش عايزة أشوفهم ومش عايزة أقعد معاهم. يا حبيبي أنت مش بتروح تقعد علشانهم هم، أنت بتروح علشان باباك، وهو ليه حق عليك. لازم تفهم إن البيت اللي هناك ده بيتك أنت، وأنت ليك هناك أكتر منه، لأن ده باباك أنت، وأنت لازم تزوره وتقعد معاه. يا ماما أنا ممكن أروح يوم واحد بس وأرجع تاني، أنا مش عايزة أقعد هناك أسبوع بحاله. أنا مش بستحمل الست دي ومش بستحمل أسلوبها. أسلوبها؟ أسلوب إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ اوعى تكون بتضربك ولا بتشتمك ولا بتعمل فيك حاجة وحشة. لو في حاجة من الكلام ده قولي وعرفني. لا يا ماما مفيش حاجة، أنا بس مش بحبها ومش عايزة أروح هناك. بس أنا كل ما أتكلم مع حضرتك ترفضي وتصممي إني لازم أروح وأقعد هناك. لو تيتا الله يرحمها كانت لسه عايشة أنا كنت رحت قعدت معاها هي وريحت نفسي. لو تيتا الله يرحمها كانت عايشة كانت هي اللي صممت إنك تروح علشان بابا، علشان صلة الرحم يا حبيبي، وعلشان ربنا ما يحاسبنيش لو قطعتك من باباك. أنت عايز ماما ربنا يزعل منها؟ اتعامل مع باباك بما يرضي الله، وملكش دعوة بنوال وبنتها. وبعد شوية وصل فارس من الشغل. أنا كنت عارف إن النهاردة ميعاد رجوعك من عند باباك، وعشان كده اشتريت لك الحاجات اللي انت بتحبها. أنا عارف كل حاجة انت بتحبها وجبتها معايا. ومش كده وبس، أنا كمان أخدت أجازة من الشغل بكرة عشان نخرج أنا وانت وماما ونتفسح ونتغدى بره ونقضي طول النهار بره مع بعض. ابسط يا عم، أهو انت هتتفسح بكرة وكمان جاب لك الحاجات اللي انت بتحبها. اهدى كده وروق واضحك ووريه ضحكتك الحلو. أنا ما بحبش أشوفك زعلان وانت عارف. ايه ده حبيبي، زعلان ليه بس؟ بقول لك ايه بقى يا سهير، انا من رايي تروحي وتجهزي لنا الغدا، وخدي الحاجات دي معاكي شيليها له، وسيبيني اتكلم مع ابني شويه راجل لراجل. وخرجت سهير وسابتهم يتكلموا مع بعض. قول لي بقى يا بطل، ايه اللي مزعلك ومضايقك؟ واوعدك ان اي حاجه هتقولها لي انا مش هقولها لمامتك، وهتبقى سر ما بيني وما بينك. احنا متعودين مع بعض على كده. بصراحه يا بابا، طنط نوال مرات بابا رمزي بتعاملني وحش قوي، بتمد ايديها عليا وبتزعق لي وبتشتمني، وكمان بتدعي عليا وعلى ماما. ده غير كمان انها تديني بواقي الاكل اللي بيفضل منه، وغير انها بتخليني اساعدها في شغل البيت. انا ما بقتش مستحمل المعامله دي منها. طيب وانت يا حبيبي ليه ما فكرتش تشتكي لبابا؟ مهما حصل ما بينه وما بين مامتك هو مستحيل يقبل ان حد يعاملك بالاسلوب ده، خصوصا ان انت ابنه الوحيد، وتاكد ان مفيش حد في الدنيا كلها عنده اغلى منه. انا مش مصدق ان هو بيحبني اصلا، خصوصا اني جربت اشتكي له كذا مره، لكن هو بيصدق طنط نوال وبنتها وبيكذبني انا، وبيقول ان مامتي علمتني الكذب، وانها بتسلطني ان اعمل كده، وان انا لازم اتعلم ان ابقى زي طنط نوال وبنتها وما اكدبش زيهم. وكمان عايز يجبرني اقول لها يا ماما بالعافيه، وانا مش فاهم ازاي عايزني اقول لها يا ماما وهي بتعاملني المعامله الوحشه دي. انا مش بحس ان هناك بيتي، وعايز افضل هنا على طول وما اروحش عندهم. بص يا حبيبي، البيت ده بيتك، ومحدش يقدر يزعلك فيه ولا يقولك تقعد امتى وتمشي امتى، لكن ما ينفعش تسيب باباك لوحده طالما هي وحشة وبتغشه وتخدعه بالطريقة دي، لأن هو ده غرضها، وهي ده اللي هي عايزاه بالظبط. هي عايزة تلغيك من حياة باباك، وما ينفعش إن أنت تديها الفرصة دي. لازم تثبت لها إنك مش هتسيب باباك ومش هتسيب بيتك وحقك مهما حصل. مش حقك في الفلوس أو البيت، لا، حقك في باباك نفسه. انت اكتر واحد في الدنيا دي ليك حق في باباك. حارب علشان الحق ده مهما حصل، واوعى تتنازل عن حقك في باباك مهما حصل. اوعى تسيبه لغيرك يتمتع بحنان. قرب منه بأي طريقة، اكسبه لصف، وما تديهاش فرصة انها توقع ما بينك وما بين باباك. وزي ما هي بتعاملك من قدامه بطريقة ومن وراه بطريقة تانية، انت كمان اعمل كده، لكن راعي ربنا في باباك. خالد كان بيحب فارس جوز مامته جدا،
لأنه كان بيعامله معاملة كويسة، كان بيحسسه إن هو ابن وبيحاول يرضيه بأي طريقة. بس في نفس الوقت ما كانش بيتكلم وحش على باباه، كان دايما بيحنن قلب خالد على باباه، وعلشان كده كان بيحب وكان بيقول عليه بابا. وده كان بيضايق رمزي قوي، لدرجة إنه كان بيتخانق مع ابنه ويمنعه يقول على فارس بابا قدامه. وده ساعد نوال إنها تستمر في زرع الحقد ما بين خالد ورمزي. ومرت الأيام والسنين وخلفت نوال بنتين من رمزي، لكن كانت بترفض تخلي خالد يلمسهم أو حتى يلعب معاهم، لدرجة إنها عملت فجوة ما بينهم وما بين بعض. وبقى خالد ما بيحبش إخواته من باباه. وفي الوقت ده كان فارس جوز مامته اتعالج وبقى كويس، ومامته خلفت ولد هي كمان. وكان خالد قريب قوي من أخوه اللي من مامته، على عكس إخواته اللي من باباه. بقول لك إيه يا حبيبي، أنا عايزاك تزود لي المصروف شوية، أصل أنت عارف بقى الحاجة كلها غلي ومصاريف الولاد كمان زادت، وأنا بصراحة كده ما بقيتش أعرف أدبر أموري بالفلوس اللي أنت بتسيبها. معلش يا قلبي، أنا عارفة إني بزود عليك المصاريف قوي، لكن غصب عني. طب معلش يا نوال، استحمليني بس شوية على بال ما أظبط أموري. أنت عارفة إن أمور المحل ملخبطة اليومين دول، وكمان بقالي كذا شهر ما بعتش الشهرية لخالد، فلازم أبعتها له الشهر ده، ومش هيكون معايا فلوس زيادة أسيبها له. طب خلاص، يبقى أنا بقى لازم أنزل أدور على شغل عشان أعرف أصرف على ولادي. ما هو مش معقول يعني بأخوهم بياخد المبلغ الكبير ده لوحده كل شهر، رغم إن هو بيقعد عندنا نص الشهر، وولادي أنا يكونوا محرومين. أنا مش عايزاهم يطلعوا يكرهوا أخوهم ويعرفوا إن هم محرومين بسبب. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ أنا لا يمكن أقبل إنك تطلعي تشتغلي. أنت عارفة إن من أول ما اتجوزنا وهو ده كان شرطي، إنك تقعدي في البيت تراعيني وتراعي الولاد. بصراحة وبيني وبينك، أنا فعلا فكرت في الكلام اللي أنت قلتيه ده. أنا فعلا فكرت في إن المبلغ اللي بياخده خالد كبير قوي عليه، وعشان كده قررت إن أنا أقلله شوية، يعني نص المبلغ هيكون كفاية قوي عليه. مامته بقى تاخده وتصرف نفسها بيه زي ما هي عايزة. طب وافرض مامته عملت معاك مشكلة أو رفعت عليك قضية أو أي حاجة من دي، ساعتها بقى هتعمل إيه؟ أنا بصراحة خايفة عليك يا حبيبي، وخايفة كمان إنها تكره فيك الولد. لو فكرت تعمل كده أنا هاخد الولد منها. هي عارفة كويس قوي إن أنا سايب لها الولد بمزاجي، خصوصا بعد ما اتجوزت. يعني هي مش هتقدر تفتح بقها معايا في أي حاجة. وبعدين سهير مش بتاعت محاكم والكلام ده، مالكيش دعوة انت. لو اتكلمت معايا أنا هعرف إزاي أسكتها، ما تقلقيش. وفعلا رمزي بعت نص الفلوس اللي بيبعتها لخالد، ده غير إنه كان متأخر عليها في مصاريف المدرسة. لا، أنا سكت كتير، لكن الموضوع كده زاد عن حده قوي. يعني مش كفاية بيدفع مصاريف الولد شهر أو 10، لأ، ده غير إنه بيغلبني في فلوس الدروس بتاعته كمان، والمرة دي بعت لي نص الفلوس بس. هو بيستعبط ولا إيه؟ مش عارف إن ابنه ده بيكبر ومصاريفه بتكتر عليا؟ المفروض إن أنا أصرف على الولد منين يعني؟ أنا لازم أتكلم معاه وأحط حد للموضوع ده. لو سمحتي ما تتكلميش معاه في أي حاجة، عشان كلامك معاه ما منوش أي فايدة. وبعدين حتى لو رفعتي قضية في المحكمة مش هيتحكم له بأكتر من اللي هو بيبعته ده. ده غير كمان إن هو ممكن يستغل إن الولد معاكي وإنتي متجوزة وياخده منك غصب عنك. خلينا نمشي الموضوع ودي كده. وبعدين خالد ابني زي ما هو ابنك بالظبط، وأنا مش هخليه محتاج لأي حاجة. ما تقلقيش انت خالص من الموضوع ده، وبلاش تدخلي نفسك في مشاكل مع طليق مش هيجي منها أي فايدة. واضطرت سهير إنها تسكت علشان ما تخسرش ابنها، وشافت إن فارس جوزها عنده حق، ورمزي مش هيغير رأيه وهيعاند أكتر. ولو اتكلمت معاه ممكن يا إما يمنع المصروف خالص يا إما ياخد خالد منها. لو سمحت يا بابا، أنا كنت عايز مصاريف المدرسة، حضرتك اتأخرت في دفعها قوي. أنا لحد دلوقتي لسه ما استلمتش الكتب، وعايز حضرتك تروح تدفع لي المصاريف في أقرب وقت، لأن أنا كده مش عارف أذاكر والكتب مش موجودة. عيب كده يا خالد، عيب لما تتكلم مع أبوك بالأسلوب ده وتزنقه كده يا حبيبي. مش معقولة يعني مامتك كل لما تيجي هنا تبقى مسلطاك على باباك بالشكل ده. مش كفاية الفلوس اللي بيدفعها لك كل شهر؟ أنا مش عارفة الفلوس دي كلها بتروح فين. فلوس إيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها؟ بابا قلل المصروف بتاعي للنص، وبابا فارس هو اللي شايل معظم مصاريفي. يعني لولا بابا فارس أنا مش عارف كان ممكن يحصل لي إيه. أنا قلت لك 1000 مرة إن ده مش باباه، وإنك تقول له يا عمي وبس.
أو اندهله باسمه حتى، لكن ما ينفعش تقول له يا بابا. أنت ليك أب واحد وبس، اللي هو أنا. أنت فاهم ولا لأ؟ يا بابا أنا بقول له كده احتراما لسنه، وخصوصا يعني إن هو بيعاملني زي ابنه بالظبط. أنا ما بشوفهوش بيفرق في المعاملة ما بيني وما بين أخوي، بالعكس أوقات كتير بحس إن هو بيفضلني أنا عليه، فعشان كده لازم أحترمه وأقول له يا بابا من باب الاحترام حتى. وكمان بصراحة أنا بقول له الكلمة دي عشان بحسها قوي، بحس إن هو زي حضرتك. يا سلام، يعني لما قلت لك تقول لنوال يا ماما لقيتك بتقول لي محدش هيبقى مكان ماما أبدا، وأنا ما عنديش إلا ماما واحدة وبس، ومحدش عندي في غلاوتها. لكن لحد جوز أمك تقول له يا بابا عادي. خلاص يا حبيبي، يبقى خلي مامتك وجوزها هما اللي يدفعوا لك المصاريف. وسابوا رمزي ودخل اوضته وهو متعصب، وقعدت نوال تبص له بشماتة هي وبنتها ويضحكوا. اللي يتحداني يا حبيبي يبقى خسران، ولو امك فاكره انها لما تبعتك هنا هتنكد عليا عيشتي تبقى غلطان. انت وجودك هنا فرصه عشان انكد عليك وعليها، هتشوف ازاي هفضل وراك لحد ما اقطع رجلك من هنا خالص. ده اذا ما كانش ربنا خلصني من عنده وريحني منك انت وامك ان شاء الله، وعجل باجالك. وتجيلي كده وانت بتعيط وتقولي ان ربنا خد امك. بعد الشر على ماما، ان شاء الله مش هيحصل لها اي حاجه وحشه، وربنا هيخلصني من اللي بيدعي عليها وبيكرهها ان شاء الله انت ومامتك. والف بعد الشر على ماما. انا مش عارفه انت ايه اللي بيجيبك بيت. انا بكرهك وما بحبكش تيجي هنا. ده بيت ابوي، يعني بيتي انا. انت اللي هنا ضيفه وملكيش مكان، ولو كان لك بيت تاني روح اقعدي فيه. لولا بيتنا كان زمانك قاعده في الشارع. بقى كده يا ابن سهير؟ طب استنى علي، انا لازم احرمك تدخل البيت اللي انت بتتكلم عليه ده، وهتشوف ازاي هقعد انا وولادي فيه، وانت اللي مش هيكون لك مكان فيه تاني. افتكر كلامي ده كويس قوي واحفظه عشان هفكرك بيه بعدين. وطبعا سارة كانت نسخة تانية من مامتها، نفس الاسلوب بتاع مامتها بالظبط. يعني زي ما بنقول كده اكفي القدر على فمها تطلع البنت لامها. نفس الاسلوب الملتوي ونفس الكذب والغش. كانت نسخة مصغرة من نوال، ويمكن أسوأ كمان. ايه ده؟ انت مجنونة ولا في حاجة في دماغك؟ انت داخلة الأوضة بتاعتي وبتقطعي الكتاب بتاعك هنا ليه؟ لو عاوزة تبوظي حاجتك يا ريت تبوظيها في أوضتي، ما تعمليش كده في أوضتي وتبهدليها لي. أنا مش عايزك تدخلي عندي هنا تاني لو سمحتي. ومين قالك بقى إن أنا اللي قطعته دلوقتي؟ انت اللي قطعته، وهنده على باباك وعلى الكل دلوقتي واقول لهم ان انت قطعت الكتاب بتاعي، وهتشوف هيصدقوني ولا هيصدقوك. انت بتعملي كده ليه؟ انا مش فاهم انت ومامتك بتكرهوني انا وماما ليه، مع ان احنا ما عملنا لكمش حاجه. بالعكس مامتك هي اللي اخدت مكان ماما وخربت بيتنا، وانت اخدتي مكاني عند بابا وبقى يعتبرك انت اللي بنته مش انا، بيعاملك احسن مني. يبقى عايزين ايه تاني انت ومامتك اكتر من كده؟ عايزاك تعرف ان انا مش ضيفة هنا زي ما انت بتقول، وان البيت ده يبقى بيتي انا، وتعرف ان انا لو مش عايزاك تقعد هنا يبقى هتمشي، ومش هتقدر تقعد في البيت ده مرتاح غير لو انا وماما رضينا عنك. وانا بقى هوريك دلوقتي عينة صغيرة من اللي ممكن تحصل فيك. وبدأت سارة تصرخ وتعيط، وجري رمزي ونوال على صوتها على الأوضة بسرعة. وأول ما سارة شافتهم اترمت في حضن رمزي، وفضلت تترعش وتعيط وتقول له الحقني يا بابا، تعالى شوف خالد بيعمل ايه. جالي الأوضة بتاعتي وأخد الكتاب بتاعي وجري، ولما جيت وراه علشان أخد منه الكتاب لقيته مقطع الكتاب بتاعي بالشكل ده. ولما بقول له انت عملت كده ليه يا خالد، قال لي أنا مزاجي كده وأعمل اللي أنا عايزه، البيت ده بيتي ومش بيتي. وضربني يا بابا، ضربني على وشي. دي كدابة يا بابا، هي اللي جت وقطعت الكتاب هنا وانا ما عملتلهاش حاجه. انا ما اعرفش هي بتعمل كده ليه، بس انا والله ما عملت كده. هو حد فيكم شافني خرجت من الاوضه اصلا؟ قربت منه ساره وزقته جامد لدرجه انه كان هيقع على ظهره. انت اللي كذاب، كذاب وبتكرهني، ومامتك هي اللي قايله لك تعاملني المعامله دي. انا واثقه ان انت عايزنا نمشي من هنا، ولو بابا ما جابليش حقي دلوقتي انا همشي ومش هقعد في البيت ده لحظه واحده. قرب خالد منها وهجم عليها، وكان عايز يضربها زي ما ضربته، لكن نوال زقته وضربته بالقلم. انت اتجننت؟ انت عايز تضربها وانا وباباك واقفين من غير اي احترام لينا؟ ازاي تفكر تعمل كده؟ انت فاكر نفسك ايه بالظبط؟ لو بتعمل كده علشان البيت ده
فاشبع بيه. انا هاخد بنتي ونمشي من هنا طالما مش هنقدر نعيش فيه براحتنا وبكرامتنا. لا، واضح قوي ان مامتك اثرت في تربيتها، والا ما كنتش اتصرفت بالطريقه دي. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تقطع الكتاب بتاع اختك بالطريقه دي وتمد ايدك عليها كمان وانا واقف كده؟ انا هقطع لها الكتاب ليه اصلا؟ ما هي في نفس السنه اللي انا فيها وعندي نفس الكتاب بالظبط. ايه اللي هيخليني اعمل كده؟ وبعدين حضرتك زعلان اني حاولت ادافع عن نفسي رغم ان هي ومامتها ضربوني قدام حضرتك وحضرتك ما اتكلمتش؟ نوال تبقى مامتك التانية وتربيتك واجبة عليها، خصوصا بقى ان مامتك اثرت في تربيتك، وسارة تبقى اختك ومتضايقة من اللي انت عملته. لازم تستحملها. اتعلم ان انت تكون راجل وتتحمل نتيجة غلطك. انا مش هستنى هنا ولا لحظة واحدة، لازم امشي انا وماما دلوقتي. طالما ما اقدرش اعيش هنا بحريتي يبقى مش هفضل هنا ولا ثانية واحدة. وخرجت سارة من الأوضة جري وهي بتعيط. لو ابنك ما اعتذرش لسارة على اللي هو عمله يبقى أنا هاخد بنتي ونمشي من هنا ونشوف حتة نعيش فيها بكرامتنا وبراحتنا ومن غير إهانة كل شوية من ابنك. وسابته نوال وخرجت ورا بنتها، وأول ما دخلت عليها أخدتها بالحضن وضحكوا هما الاتنين. برافو عليكي يا قلب ماما، قدرتي تنفذي اتفاق وما خليتيش أي حد يشك فيكي. ده أنا صدقتك من اللي انت عملتيه يا بنت. ما كنتش فاكرة انك ممثلة هايلة كده. ما تقلقيش عليا يا ماما، انا عملت اللي انت قلتي عليه بالظبط علشان خالد ابن امه ده يعرف ان البيت هنا بتاعي انا وانتي وبس. ولو حابين نخليه ما يدخلش هنا تاني هنقدر نعمل كده بكل بساطة وبمزاجنا، وعشان كمان يبطل يقول ان البيت ده بيته وان احنا ضيوف فيه. طب استني انا سامعة صوتهم جايين. اعملي نفسك بقى بتعيطي. خلاص يا حبيبتي اهدي، انا هاخدك ونمشي من هنا على طول، ولينا رب بقى هو اللي يدبر حالنا ونشوف حتة انا وانتي نقعد فيها ومحدش يضايقك تاني. بس انا يا ماما صعبانة عليا بابا رمزي قوي، ازاي هنسيبه لوحده؟ وكمان انا اتعودت عليه وما اقدرش ابعد عنه ابدا يا ماما. انا بحس ان هو بابايا بجد. انا بيتهيألي لو بابا الحقيقي عايش ما كنتش هحبه كده. ارجوكي يا ماما، انا هستحمل الضرب والاهانة بس خلينا جنب بابا رمزي. رمزي كان سمع كلامهم وهو ورا الباب، فتح الباب ودخل. قال لها: ما كنتش متخيل يا نوال ان البنت الصغيرة تكون بتحبني وشرياني اكتر مني وفاهمة الوضع اللي انا فيه. يا ستي انت مكبرة الموضوع ليه بس كده؟ دول عيال صغيرة واتخانقوا وخلاص، وانا جبتلك خالد لحد عندك اهو. يلا يا خالد يا حبيبي اتأسف لماما نوال والاخت. بس انا مش غلطان يا بابا عشان اتأسف لحد، انا ما عملتش حاجة. حضرتك مصدقهم ومكدبني انا. حضرتك عمال تزعق لي في الأوضة ومهما حلفت لك مش مصدق، ودلوقتي جايبني عشان اتأسف ليهم. انا لا يمكن هتأسف لهم ابدا، انا ما عملتش حاجة. بقى انا عمالة احاول اهدي الامور ولسه متكلم معاك في الأوضة وقلت لك تتأسف وفهمتك ان انت غلطان، وبرضه انت مصمم على رأيك. وهفضل مصمم على رأيي لان انا مش غلطان. ولو حضرتك فكرت تجبرني ان انا اتأسف لهم يبقى هلم هدومي واروح عند ماما دلوقتي. وفي كل الاحوال الاسبوع بتاعها هيبدأ من بكرة. النهارده بقى من بكرة ما فرقتش، على الاقل خالص مش هلاقي حد يقف لي على غلطة هناك. خلاص كده يبقى احسن. على الاقل لما تيجي الزيارة الجاية تكون الدنيا هديت شوية. ويا ريت بقى لما تشتكي لمامتك وجوزها تبقى تقول الحقيقة وتعرفهم الغلط اللي انت عملته. يمكن حد فيهم يطلع عنده عقل ويفهمك ان خراب البيت اللي انت عايز تعمله ده مش بالساهل. كان نفسي تطلع لي انا ويكون عقلك كبير وبتفهم، لكن للأسف طلعت معدوم العقل زي يوم. قدري بقى، قدري ان اتحمل طفل مخه على قده زيي. وبالفعل خالد اخد هدومه وراح عند والدته. ولما خبط على والدته في وقت زي ده وفتحت له كانت قلقانه وهي بتستقبله. ايه يا حبيبي، ايه اللي جابك في وقت زي ده؟ مش انت المفروض هتيجي بكره وكمان جاي بالليل لوحدك؟ طب ما اتصلتش عليا ليه انا او بابا فارس علشان حد فينا يروح يجيبك بدل ما تيجي لوحدك في وقت زي ده؟ انا ما جيتش لوحدي يا ماما، بابا وصلني بالعربيه لحد هنا ومشي. يا ريت كان عندي مكان تاني اروح بدل ما انا بتبهدل ما بين حضرتك وما بينه كده. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا سهير؟ هو في حد يقول لحد كده برضه؟ ده بيته ويجي بالليل ولا بالنهار ووقت ما هو عايز. وبالنسبه للي انت بتقوله ده يا خالد ما ينفعش اسمعه منه. اللي انت قلته ده زعلني. ده بيتك وانت ابن، وانا هعمل لك نسخه من المفتاح وتفضل معاك علشان تيجي وتدخل وقت ما انت عايز. يا حبيبي والله انا ما اقصدش حاجه، ما اقصدش ان ازعلك.
أنا بس قلقت لما شفتك في وقت زي ده وشكلك اللي متضايق ده. أنا بس كنت حابة أطمن عليك مش أكتر. أسفة، أسفة لو كان سؤالي زعلك. أبدا يا ماما، أنا ما زعلتش ولا حاجة، أنا بس تعبان شوية وعايزة أدخل أرتاح، بعد إذنكم. وسابهم خالد ودخل على أوضته من غير ما يتكلم في حاجة. ما كانش قادر يتكلم مع حد. أنا قلبي وجعني على ابني يا فارس. مش معقولة كل لما يروح عند باباه يرجع أعصابه تعبانة ومتنكد بالشكل ده. أنا مش فاهمة هما بيكرهوا ابني قوي كده ليه؟ أنا ما عملتش فيهم حاجة وحشة من ساعة ما كل واحد فينا راح لحاله، يبقى ليه بيعاملوه كده؟ أنا مش فاهمة. يا حبيبتي، النوعية اللي زي مرات أبوه ديت ما تعرفش تعيش غير كده. هي عارفة ومتأكدة إن خالد لو أخد فرصة مع باباه السجادة هتتسحب من تحت رجليها هي وبنتها. عشان كده لازم تفضل تعمل مشاكل عشان تقطع علاقتهم سوا، واحنا ما ينفعش نسيب لها الفرصة دي. لازم خالد يفضل قريب من باباه، ده مهما كان صلة رحم، علشان ما يتحاسبش قدام ربنا. واستمر الوضع على كده ما بين خالد وما بين بيت باباه. مرة تعدي بالخناق، ومرة تعدي بالمسايسة، ومرات تعدي بالحيل والألعاب. وكانت نوال زي ما قلنا هي وبنتها مسيطرين على رمزي سيطرة تامة. كانوا دايما مفهمينه إن هم بيحبوه وإن هو ملهمش حد غيره، وإن ابنه دايما بيكرهه ومتسلط عليه من مامته علشان يخرب حياته. وفضلوا دايما حاطين في دماغهم الكلمة اللي قالها لهم خالد قبل كده، إن ده بيتي وانتوا ضيوف. وكانوا بيحاولوا بكل الطرق يثبتوا له إن هو اللي ضيف وهم أصحاب البيت. ولما كانت سارة بتضايقه أو تعمل أي مشكلة كان باباه دايما يغلطه، حتى لو الموقف اتعمل قدام عينيه كان يفضل يقول له أنت الراجل وهي البنت، لازم أنت اللي تستحمل. واستمر الوضع على كده لحد ما وصلوا سن 17 سنة. وفي مرة ونوال تحت في مشوار بتجيب طلبات حصل لها حادثة كبيرة، وعلى ما وصلت الإسعاف كان أمر الله نفذ. وكان في الوقت ده خالد موجود عند باباه وقت الزيارة بتاعته، وكانت حالة البيت صعبة جدا. الكل كان منهار وبيبكي، ونوال لسه في المستشفى، ما كانش لسه اتعمل الإجراءات بتاعة الدفن. كان رمزي وسارة والولاد قاعدين بيعيطوا منهارين، أما خالد كان قاعد ساكت. قرب منه باباه وقال له لو عايز تعيط يا خالد عيط، ما تكتمش في نفسك. أنا عارف إن نوال الله يرحمها كانت أمك التانية وكانت غالية عليك رغم كل اللي كان بيحصل ما بينكم، وأكيد أنت دلوقتي حزين زينا وأكتر كمان. أنا عارف إن الصدمة هي اللي مخلياك مش قادر تبكي، لكن لازم تعيط يا حبيبي وتفك عن نفسك، لازم تتقبل الأمر الواقع يا حبيبي. أنا مش عايز أعيط يا بابا، الله يرحمها وربنا يصبركم. أنت مالك قاعد ساكت كده ليه؟ ما بتعيطش على ماما وشكلك مش حزين ليه؟ ما أنتش فاكر لها أي حاجة كويسة عملتها معاك؟ إزاي مش حزين كده؟ وإزاي واخد الموضوع عادي كأنك ما صدقت إنك تخلص منها؟ هو أنا اللي كنت موتها عشان تقولي لي ما صدقت تخلص منها؟ دي أعمار بيد الله، وهي عمرها انتهى لحد كده. ويا عال، عمر مين اللي هينتهي الأول؟ ودي حاجة أنا ماليش دخل فيها. إيه يا حبيبي، الحزن مش عيب، والبكا ما يقللش منك كراجل. أنت شايفني قدامك أهو ببكي على المرحوم، كانت فعلا ملاك وتستحق إن احنا نبكي عليها العمر كله. أنا عارف إن مهما حصل هي كانت عندك زي مامتك بالظبط، وعارف إنك زعلان عليها دلوقتي كأن سهير مامتك هي اللي توفت. بلاش تكتم في قلبك، طلع كل اللي جواك وابكي يا حبيبي. يا بابا أنا مش حاسس إن أنا زعلان عليها، الله يرحمها، بس هي ما كانتش أمي عشان أزعل عليها، وأنا ما شفتش منها حاجة كويسة عشان أبكي عليها، وأنا مش حاسس إن عندي رغبة إني أبكي ولا أزعل. أنا مش عارف أتظاهر إن أنا حزين، أنا مش زعلان عليها. إيه اللي أنت بتقوله ده يا خالد؟ طبعا عشان خاطري، عشان بس الموضوع يعدي وما يبقاش فيه مشكلة. مثل حتى إنك بتبكي أو زعلان، عشان خاطري أنا، عشان خاطر حتى نرضي سارة. كفاية عليها حزنها على أمها، أنت عارف هي حساسة قد إيه، ومش هينفع تشوفك بالشكل ده، لازم تحس إنك حزين على والدتها. بس أنا مش حزين ومش همثل الحزن عشان أرضي أي حد. هي مش أمي وما كانتش تعني لي أي شيء، وعشان كده أنا مش هزعل عليها. ربنا يحاسبها بقى على اللي هي عملته، واللي أنا عمري في حياتي ما هسامحها عليه أبدا. وموقف خالد ده كان مضايق سارة جدا ومنرفزها، وفضلت تتخانق معاه طول الليل، ودخلت أوضتها تعيط وهي منهارة. وتاني يوم الصبح قبل ما يروحوا الجنازة، إيه يا خالد، أنت لسه ما جهزتش؟ يلا يا حبيبي عشان نلحق الجنازة. هو أنت مش هتيجي معانا؟ بصراحة يا بابا أنا مش عايز أجي، بس لو حضرتك عايزني أجي معاك أنا ممكن أحضر علشان الثواب مش أكتر.
لكن لو حضرتك مش هتحتاجني معاك يبقى افضل برضه، لان انا ورايا مذاكره كتير. انت ازاي بتقول كده؟ احنا لازم كلنا نحضر جنازة ماما، احنا ولادها. لو مش ولادها هم اللي هيشاركوا في جنازتها، مين اللي المفروض يشارك؟ وانت ابنها الكبير. انا مش ابنها، وعمري ما كنت ابنها، وهي مش ام. انا امي عايشه وربنا يديها الصحه. اشارك ليه؟ هي ما كانتش تقرب لي ولا تهمني في حاجه. اتفضلوا انتوا روحوا، انا مش عايزه اروح، وانت عارفه كويس قوي ان انا مش عايزه اروح ليه. اللي هي عملته معايا مش شويه، بس الله يرحمها بقى. اذكروا محاسن موتاكم، وعشان كده يا ريت بلاش تتكلمي معايا وسيبيني ساكت احسن. ساعتها سارة انهارت وفضلت تصرخ، ورمزي كان بيحاول يهدي فيها. خليه يمشي من قدامي دلوقتي حالا، انا مش عايزاه يقعد في البيت ده ابدا، ولو فضل قاعد في البيت ده انا اللي هسيب لك البيت وامشي. اختار دلوقتي ما بيننا، لو ما خرجش دلوقتي حالا من البيت انا اللي هخرج، هروح ادفن امي وبعد كده هشوف لي اي مكان اقعد فيه، ان شاء الله حتى اقعد في الشارع، المهم ما اقعدش في مكان واحد مع البني ادم ده. ليه كده بس يا خالد؟ انت كان ممكن بكل بساطه تمثل انك زعلان، وكان الموضوع هيعدي بكل بساطه، لكن انت لازم تفضل تعمل مشاكل ونكد حتى في وقت زي ده. انا مش فاهم انت ما كنتش بتحب نوال ليه؟ دي ضفارها برقبه 100 ست، لكن للاسف بقى مامتك الله يسامحها قصرت في تربيتها، ما عرفتش تربيك كويس. المدة اللي عاشها خالد في بيت باباه خلاه يفهم باباه كويس قوي. طبعا حضرتك بتقولي الكلام ده علشان تمهد لي انك هترضي ساره على حسابي زي كل مره. لازم هي اللي تتضايق وتزعل وتتعدى عليا بالكلام وتتطاول عليا، ولو انا رديت عليها ابقى انا قليل الادب ومش متربي. ودلوقتي هي قالت لحضرتك اني لازم انطرد من البيت، يبقى لازم تنفذ كلامها وتطردني، لانها هي صاحبه البيت وانا ماليش مكان فيه. طالما هي امرت، مش هي دي الحقيقه يا بابا؟ يا ابني بلاش تصعب الامور عليا بقى وتشيلني فوق طاقتي. هي دلوقتي حزينه ومصدومه علشان اللي حصل لمامتها، الصدمه مش سهله برضو عليها، وعشان كده لازم نقف جنبها انا وانت، هي زي اختك برضو. يلا روح اعتذر لها وحسسها كده انك زعلان عشان مامتها، ويلا عشان تراضيها بكلمتين. لا يا بابا، انا مش هروح اعتذر لها ولا هراضيها، انا مش غلطان، ومش لازم امثل اني حزين وزعلان. الحزن والزعل دول بيكونوا خارجين من القلب، وانا مفيش في قلبي اي مشاعر من ناحيه الست اللي اسمها نوال دي. خلاص يا خالد، يبقى روح عند والدتك بقى لحد ما ساره اعصابها تهدى، وبعد كده ابقى تعالى تاني. لكن في الوقت اللي احنا فيه ده انا مش هقدر اعمل اي حاجه، لانها ملهاش دلوقتي حد في الدنيا دي كلها غيري انا. بقت يتيمه ام واب، ولا عايزني يعني اسيبها في الشارع وهي ملهاش حد واتحاسب عليها قدام ربنا؟ دي امانه في رقبتي، الغاليه الله يرحمها سايبها لي، ولازم احافظ على الامانه دي. انا ما كنتش اصلا متوقع غير كده، لانك طول عمرك بتنصفها هي ومامتها عليا، وعارف ان انا عمري ما كان ليا مكان لا في حياتك ولا في بيتك ولا حتى في قلبك. لكن للاسف امي هي اللي دايما بتوصيني اني ما اقطعكش. انا همشي يا بابا، هترجع من بره مش هتلاقيني في البيت. وفعلا بعد ما نزلوا خالد لم هدومه وحاجته وراح عند مامته، وكانوا كالعاده بيحاولوا يهونوا عليه. معلش يا حبيبي ما تزعلش، ممكن يكون باباك معرفش يفهمك الوضع كويس، هي بنته لوحدها وملهاش حد في الدنيا، والطمع هيبقى فيها كتير، عشان كده ما ينفعش تخرج من البيت وتعيش لوحدها في حته. هي ملهاش حد، وعشان كده ما ينفعش تخرج من البيت وتعيش لوحدها في حته وهي ملهاش حد، يعني لا سمح الله تنحرف في طريق مش كويس، خصوصا يعني انها ملهاش اي مكان تقعد فيه تاني، ولا ليها مصدر دخل، ولا ليها حد يحميها، يعني ملهاش حد في الدنيا غير باباك، فباباك لازم يحميها. لكن انت ليك بيتك وليك اسرتك اللي بتحبك، وكمان انت راجل، حتى لو ملكش اي مكان هتقدر تعتمد على نفسك وتقدر تحمي نفسك، على عكسها هي يا حبيبي. معلش اعذر باباك، والدنيا ان شاء الله بعد كده هتبقى اهدى واحسن من كده بكتير. بابا فارس عنده حق يا حبيبي، وبعدين يا سيدي كويس قوي ان هو قالك تقعد معانا الفترة دي عشان نشبع منك، وكمان اخوك شادي بيسأل عليك على طول. صدقيني يا ماما انا مش زعلان، انا متوقع ان الامور ان شاء الله هتبقى احسن من كده، خصوصا بعد اللي اسمها نوال دي ما توفت، لان هي اللي كانت مقومه ساره عليا، وهي اللي كانت مبوظه العلاقه ما بيني انا وبابا. ودلوقتي الامور هتبقى افضل ان شاء الله، وانا رايح المره الجايه هناك هحاول احسن الامور ما بيني وبين بابا. وفاتت الايام، وفي ميعاد رجوع خالد عند باباه
سارة لمت هدومها في شنطة وخرجت لرمزي في الصالة. ايه ده؟ انت واخده شنطه الهدوم دي ورايحه على فين يا ساره؟ اوعى يكون اللي في بالي، اوعى تفكري انك هتسيبي البيت وتخرجي منه. ده ميعاد وصول ابنك هنا في البيت، وانا قلت لك قبل كده يا انا يا الانسان ده هنا في البيت، وطالما هيجي وانت مش هتقول له لا ولا تمنعه يبقى انا ماليش مكان هنا. انا هخرج من البيت ده وخلي ابنك يقعد ويشبع بيه. الحاجة الوحيدة بس اللي هتأثر فيا وتضايقني إن أنا هبعد عنه وهبقى فقدت مامتي وبابايا في وقت واحد. ما أنا معرفليش أب تاني غيرك، بس للأسف أنت بتقسى عليا علشان ابنك. ما أنا برضو طلعت ولا نزلت ولا مهما حبيتك أنا مش بنتك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ساره؟ دخلي شنطتك جوه وبطلي عبط، ولما خالد اخوك يجي الامور هتتصلح ما بينكم وهخليه يعتذر لي. اصل انت مش فاهمه، احنا الرجاله ما بنعرفش نبين حزننا زي الستات. انا متاكد ان هو حزين بس مش قادر يوضح ده، انت فاهمه بقى. لو سمحت يا بابا ما تحاولش تحط له أي مبررات. أنا خلاص أخدت قراري، يا إما هخرج من البيت دلوقتي حالا وإن شاء الله حتى أقعد في الشارع أنا مش هيهمني، يا إما تتصل دلوقتي عليه وتقول له ما يجيش هنا تاني. أنا مش عايزة أشوف وشه. اختار دلوقتي حالا، يا أنا يا هو. حاول رمزي يقنعها ويتكلم معاها، لكنها تربية نوال وكانت عارفة تدخل له منين كويس قوي، كانت مصممة على رأيها، وعلشان كده رمزي ما لقاش حل قدامه غير إنه يتصل على خالد ابنه. في الوقت ده خالد كان بيجهز نفسه علشان يروح عند باباه، وكان مقرر من جواه إنه هيحاول يحسن علاقته بباباه في الفترة اللي جاية، خصوصا يعني إن من وجهة نظره السبب اللي كان مانع ده إنه يحصل خلاص انتهى بموت نوال، لكنه ما كانش يعرف إن نوال سايبة منها نسخة تانية. الو، ايوه يا بابا، انا عارف ان حضرتك بتتصل عليا علشان مفكرني ان انا زعلان، بس انا عايزه اقول لحضرتك ان انا مش زعلان ولا حاجه. انا هاجي النهارده ان شاء الله، انا خلاص بجهز نفسي، على بالليل ان شاء الله هتلاقيني قدامك. انا حضرت شنطتي اهو كل حاجه. لا يا خالد، انا ما بتصلش بيك عشان كده، انا بس بتصل بيك عشان اقول لك ان ساره لسه اعصابها تعبانه شويه، يعني اللي حصل بينك وبينها اخر مره لسه مأثر فيها. انا بقول انك تخليك الفتره دي عند مامتك، هي لسه زعلانه وكانت عايزه تسيب البيت وتمشي. انت عارف انها ملهاش اي حد في الدنيا غير، وهي وصيه المرحومه لي. انا مش هقدر اسيبها تمشي من البيت وابقى فقدتها هي كمان زي ما فقدت المرحوم. انت عندك حق، انت فعلا مش هتقدر تفقدهم هما الاتنين في وقت واحد، لكن كالمعتاد تقدر تبيع ابنك وتفقده وما تفكرش في احساسه ولا شعوره. يعني فكرت فيها هي وفي احساسها، لكن ما فكرتش انك لما تتصل بابنك وتقول له ما تدخلش بيتي تاني علشان ترضي واحدة غريبة عنك هيكون احساسي ايه وقتها. وزعلان قوي اني بفضل بابا فارس عليك، وما فكرتش في لحظة واحدة ان انا بفضله علشان هو بيفضلني عن ابنه وعن الدنيا كلها، لكن انا اخر همك واخر اهتماماتك. انا مش عارف انت بتفهم منين، طول عمرك كده غبي وقلبك جاحد، ما بتفهمش وما بتفكرش غير في نفسك وبس. انا مش هشرح لك اكتر من كده لانك عمرك ما هتفهم، بس مسير الايام تثبت لك ان انا صح، وهتندم على كل حاجة عملتها معايا. انا فعلا بتمنى ان ربنا يثبت لك ويبين لك الحقيقة وينور بصيرتك. للأسف فضلت مغشوش السنين دي كلها في مامتها لحد ما توفت، ودلوقتي لسه مغشوش في بنتها، يا عالم بنتها دي هتوصلك لحد فين. اقفل يا خالد، ويا ريت ما تتكلمش معايا تاني. انا مش عارف، ما عرفتش تاخد شوية عقل ولا ذكاء مني خالص، وارث كل الحقد والغل والغباء من والدتها. ربنا يسامحها ويحاسبها هي وجوزها على اللي هم وصلوك ليه، منهم لله. انا مش مسامحهم ابدا. وقفل رمزي في وش ابنه خالد السكة، وقعد خالد وما راحلوش، ومحدش من مامته ولا جوز مامته ولا اخوه سألوا على حاجة، لانهم كانوا سامعين المكالمة، لان خالد كان صوته عالي وهو بيتكلم. حاولوا ان هم يخففوا عنه بطريقة غير مباشرة، وهم قاعدين على الغدا بيتكلموا خالد فتح معاهم الكلام. على فكرة انا مش هروح عند بابا الفترة اللي جاية دي خالص، اصل في ظروف كده، انا مش عايزة اروح هناك، حابب افضل هنا معاكم، ده لو يعني ما عندكوش مانع. انما يعني لو في مشكلة او انتوا زعلانين ان هفضل هنا الفترة دي كلها، انا ممكن اقعد عند حد من صحابي او اشوف لي اي مكان تاني. انا مش هحاسبك على الكلام اللي انت بتقوله ده دلوقتي،
ومش هقولك زي كل مرة إن ده بيتك وإن أنا والدة، عشان أنت عارف الكلام ده كويس قوي من غير ما أقوله. أنا مقدر اللي أنت فيه، وعشان كده أنا هسيبك تقول اللي أنت عايزه. ليه يا حبيبي بتقول كده؟ هو حد فينا أثر معاك؟ أنا مش هدافع عن باباك ولا أقول أي كلام، عشان أنا عارفة إنك مش مستحمل تسمع أي حاجة، لكن أنا مش عايزاك تحط في نفسك بالطريقة دي. أنا عايزاك تركز في دراستك ومستقبلك أهم من أي حاجة. وكمان يا سيدي مصلحة إنك مش هتروح عند باباك الفترة دي. أنا ما كنتش عارف أعمل إيه ولا إيه وأنا لوحدي، والحمد لله إنك هتبقى موجود تساعدني شوية. أخوك شادي يا سيدي بيغلبني ويلففني على محلات مصر كلها، وفي الآخر يقول لي مفيش حاجة عجباني، وأنا مش قادرة ألف بصراحة. لكن أنت بقى ربنا يريح قلبك زي ما أنت مريحني كده، بندخل من أول محل وتختار اللبس وتخرج منه على طول. مفيش إلا الواد ده اللي بيغلبني كده. يا بابا حضرتك بتختار لي لبس موضة قديمة قوي، وأنا محتاج حاجة تكون زي أصحابي كده، ولما باجي أنقي بنفسي حضرتك ما بترضاش وما بيعجبكش ذوقي. وأنا كمان الحاجة اللي بتختارها لي ما بتعجبنيش، وده اللي بيخلينا نلف كتير. طب أنا عندي فكرة حلوة قوي هتريحنا السنة دي. أنا هدي الفلوس لأخوك خالد، وهو ياخدك وتنزلوا انتوا الاتنين واشتروا اللي انتوا عايزينه براحتكم، وانا هقعد هنا بقى اعمل لي فنجان قهوة رايق كده واشربه واعدل دماغي. انا ايه اللي ينزلني في الحر وبهدل نفسي وفي الاخر تقول لي ذوقك دقة قديمة يا بابا؟ انزل انت يا اخويا مع اخوك وهات الموضة الجديدة بتاعتكم. خلاص يا بابا ما تشيلش هم، ارتاح حضرتك وسيبني انا هنزل اجيب لشادي اللي هو عايزه. انا فاهم ذوقه كويس قوي. وبعدين يا بابا مش موضوع ان حضرتك دقة قديمة ولا حاجة، بس يعني طلع دلوقتي حاجات مختلفة، وخصوصا اللي في سن شادي. يعني الشباب اللي في سنه دلوقتي بيبصوا لبعض على طريقة لبسهم، بكرة يكبر ويفهم كل حاجة، على بال بقى ما يكبر ويفهم كل حاجة يكون طلع عين. وعشان كده انت اللي مسؤول عنه من هنا ورايح. انت تقول لي يا بابا هات فلوس وانا اديك اللي انت عايزه ليك وليه، وانت تتصرف بقى في كل حاجة تخصه. انت اللي هتبقى مسؤول عنه بعد كده، انت راجل البيت هنا، وانا لو حصل لي حاجة دلوقتي انت اللي مسؤول عنه. وعشان كده بقى شيل انت المسؤولية وخلينا انا بقى ارتاح شوية. اصل مش معقولة يعني هيبقى ابني راجل بسم الله ما شاء الله وملو هدومه زيك كده وخلاص كلها كام شهر ويقدم في الكلية، وانا اللي افضل شايل مسؤولية اخوه الصغير؟ ده حتى تبقى عيبة في حق حضرتك يا بابا. تقدر تعتمد عليا في اي حاجة، وارتاح انت خالص، وانا اللي هعمل كل حاجة. وتأكد ان ابنك راجل قد المسؤولية وهيشرفك. انا واثق انك قد المسؤولية وهتشرفك. والله العظيم يا خالد انا كل يوم وانا بصلي بشكر ربنا على وجودك يا ابني، وواثق ومتأكد ان لو حصل لي حاجة دلوقتي هبقى سايب ورايا راجل هيقدر يحفظ اخوه وامه ومش هيخليهم يحتاجوا لحد. وبتشرف قدام اي حد ان انا عندي راجل زيك. ربنا يوفقك يا ابني، وافضل اتشرف وافتخر انك ابني كده العمر كله. فرق المعاملة كان باين وواضح قوي، وعشان كده كان خالد متعلق بجوز مامته أكتر من باباه، وفضل شهور خالد ما يروحش عند باباه بأمر منه. وحتى لما كان خالد بيحاول يتصل يتكلم معاه كان بيقوله ما يجيش، ولو عايز يشوفه ضروري يجيله على المحل وبلاش الشقة علشان خاطر سارة. وزي ما نوال كانت مسيطرة على رمزي ومخلياه ما يشوفش في الدنيا كلها غيرها، قدرت سارة تعمل هي كمان كده معاه، وبقى زي الخاتم في صباعها وما يمشيش غير بأمرها. وكان بيسلم لها كل الفلوس اللي كان بيكسبها من المحل، وهي اللي كانت بتصرف على البيت على أساس يعني إنها كبيرة البيت وست البيت. كان عايز يحسسها إن مامتها لسه عايشة، والبنت كانت واخدة طبع مامتها بالظبط. كانت كل ما تحس إن هو معاه فلوس كانت تفضل تطلب منه وتخترع في طلبات لحد ما تتأكد إن الفلوس اللي معاه كلها خلصت. وكان في الوقت ده خالد خلاص أخد الثانوية العامة وجاب مجموع كبير يدخل بيه الكلية اللي بيتمناها. وكان في الوقت ده بيجهز نفسه لدخول الكلية، وكان محتاج طلبات للكلية ولبس جديد، وكان مكسوف ومحرج إنه يطلب ده من بابا فارس. علشان كده راح لبابا المحل وطلب منه فلوس. لو سمحت يا بابا أنا كنت عايز من حضرتك مبلغ كده علشان مصاريف الجامعة وفي شوية حاجات كده عايزها، وكمان كنت عايز هدوم جديدة أروح بيها الجامعة. معلش يا حبيبي، انت ممكن تاخد ال500 جنيه دول تمشي نفسك بيهم كده. انا بصراحة مش هقدر اديك اكتر من كده. ايه ده يا بابا، حضرتك بتهزر معايا ولا بتتريق عليا؟
أنا بقول لحضرتك عايز طلبات للجامعة وعايز أشتري لبس، يعني أقل حاجة تديني حوالي 5000 جنيه. حضرتك بتديني 500 جنيه وبتقولي أمشي نفسي بيهم؟ افهمني بس واسمعني يا خالد. أصل سارة أختك أنت عارف الظروف بتاعت مامتها اللي مرت بيها. هي ما جابتش مجموع في الثانوية العامة وكان نفسها تدخل كلية معينة، وعشان كده أنا قدمت لها في الكلية اللي هي عايزاها بس في جامعة خاصة، وأنت عارف بقى مصاريف الجامعة الخاصة عاملة إزاي. وكمان الكلية ديت كانت أمنية مامتها الله يرحمها، وأنا كان لازم أنفذها لها. يعني بتطردني من بيتك علشان ترضي سارة، ودلوقتي رافض تديني المبلغ اللي أنا محتاجه علشان سارة دخلت جامعة خاصة. هو حضرتك إمتى هتعرف إن أنا اللي ابنك مش سارة؟ لحد إمتى هتفضل تفضلها عليا؟ يا ابني أنت والدتك موجودة وممكن تقدر تساعدك، وكمان جوز أمك مش مخليك محتاج حاجة وبيساعدك برضه. ده غير إنك أنت راجل تقدر تشتغل وتساعد نفسك، لكن هي ملهاش حد في الدنيا غير، وأنا بقى ما أقدرش أسيبها وأفرط فيها. دي أمانة أمها الله يرحمها وسايبها لي في رقبتي. أنا مش عارف أقول لك إيه يا بابا، كل الكلام اللي هقوله مش هيغير حاجة، مفيش فايدة. هتفضل طول عمرك بتفضلهم عليا للأسف. شكلك هتفضل بالغشاوة دي على عينك العمر كله. عن إذنك يا بابا، أنا مش عايز حاجة. وسابه خالد ومشي وهو حزين، وكان قاعد بيفكر هيتصرف إزاي وهيحل المشكلة دي إزاي. مالك يا حبيبي قاعد حزين كده ليه؟ انت كنت بتجهز نفسك وبتجهز ورق الكلية بتاعك، وانت فرحان قوي ان ربنا كرمك ودخلت الكلية اللي انت بتتمناها. مالك دلوقتي قاعد شايل الهم وحزين كده ليه؟ وحكى خالد لمامته سبب زعله وحزن. وانا طبعا مش عارف اجيب الفلوس منين، ومليش عين اطلب من بابا فارس، وعشان كده يا ماما انا بفكر اني اجل الكلية السنة دي لحد ما اشتغل واجهز فلوس اساعد نفسي بيها. مفيش قدامي حل غير كده. لا طبعا انا مش هسيبك تعمل كده، اوعى تضيع سنة من مستقبلك. انت هتروح في ميعادك وهتجيب كل اللي انت عايزه، انا هتصرف. ما تقلقش انت من اي حاجة خالص، ولا تفكر ولا تشيل هم. ارمي حمولك على ربنا ثم علي. ارجوك يا ماما ما تقوليش لبابا فارس، كفاية قوي ان هو شايل مصاريف العمر ده كله. انا عارف ان الفلوس اللي بابا كان بيبعتها لك ما كانتش بتقضي حاجة، ما حصلتش بقى ان ناخد كمان فلوس لكليتي منه. انا لو عرفت انك قلتي له انا همشي واسيب البيت ومش هتعرفي طريقي تاني. يا حبيبي اوعدك ان انا هتصرف بمعرفتي، هستلفهم من اي حد من صحابي، ومش هقول لفارس حاجة خالص، وهيبقى الموضوع ده سر ما بيني وما بينه. سهير ما كانتش عارفة تتصرف ازاي، هي قالت لابنها كده علشان ما يشيلش هم. كانت قاعدة في اوضتها وشايلة الهم ومحتارة ومش عارفة تتصرف ازاي. ولما رجع فارس من بره ولقاها بالمنظر ده قعد معاها وفضل وراها لحد ما عرف ايه الموضوع بالظبط. بقى انت قاعدة وشايلة الهم عشان الموضوع ده؟ ولا تشغلي دماغك خالص، انا هديك الفلوس. وبيقولي لخالد انك اتصرفتي فيها بمعرفتي، قولي له انك كنت داخله جمعيه علشان مصاريف كليته، وانك كنت عاملاها له مفاجاه وخلاص قبضتيها. ما تجيبيش سيرتي خالص علشان ما يتضايقش ويحط في نفسه. انا عارف هو حساس قد ايه، وانت بس ذنبك ايه تشيل المصاريف دي كلها؟ على راي خالد، مش كفايه انك شايل مصاريفه العمر كله، كمان هتصرف عليه وهو في الكليه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا سهير؟ خالد ابني، مش مجرد كلام بقوله وخلاص. انا بقول الكلام اللي انا حاسس بيه فعلا. ولا انت ناسيه ان خالد فضل 2 في حضني قبل ما نخلف شادي ابننا؟ خالد هو ابني الكبير، والمشاعر اللي انا بحسها من ناحيته مشاعر حقيقيه، وكمان هو بيعاملني على اني ابوه. مش عايزاني اصرف عليه ازاي بقى؟ وبعدين يا ستي انا مش هفضل بصحتي طول عمري، على الاقل لو جرالي حاجه يبقى هو يراعي اخوه ويبقى يدعي لي او يقرا لي الفاتحه. الف بعد الشر عليك. خلاص يا حبيبي انا هنفذ لك اللي انت قلته ومش هقول له اي حاجه خالص. وعملت سهير زي ما اتفقت هي وفارس، وادت الفلوس لخالد وجاب كل اللي هو محتاجه ودفع مصاريف الجامعه من غير ما يحتاج لباباه. اما ساره كانت هي الكل في الكل عند رمزي، كانت اوامرها كلها مجابه، كانت مستنزفه رمزي بكل الطرق سواء ماديا او عاطفيا. بابا يا حبيبي انا عايزه منك فلوس، اصل الفلوس اللي كانت معايا خلصت كلها. انا بحاول يا بابا امشي نفسي بالفلوس اللي بسيبها، بس مش عارفه اعمل ايه اكتر من كده. يا حبيبتي مش انا اديتك مصروف الشهر وانتي قلتي اني هعرف امشي نفسي بيه، لكن زي كل شهر اهو احتاجتي وبتطلبي مني فلوس تاني. انا بقالي شهور ما بعتش المصروف بتاع اخوكي خالد، وانتي منعاه ان هو يجي هنا،
وبتاخدي كل الفلوس اللي معايا. ما بقتش عارف اتصرف ازاي. لازم تلمي ايدك شويه. انا اسفه يا بابا، انا شكلي كده تقلت عليك قوي. خلاص، انا هسيب لك اخواتي يكونوا معاك، هما كده كده ولادك. لكن انا مهما كنت يعني غريبه عنك، انا هخرج من البيت وادور على مكان اعيش فيه وشغل اشتغل، وليا ربنا هو عندي احسن من الكل، واكيد هيقف جنبي. وبعدين معاك يا ساره، انا 1000 مره قلتلك قبل كده ما تقوليش الكلام ده تاني. انت عارفه اني مش هسمح لك تعملي كده يا حبيبتي. البيت ده بيتي وانا باباكي، ولو انت مش عايزه تقعدي معايا فانا اللي هسيب البيت، لكن انت ما تخرجيش منه ابدا. انا مش زعلان اني بديكي فلوس، انا بس عايزك تصبري عليا شويه على ما ادفع مصروف اخوكي خالد. يا بابا خالد راجل ويقدر يشتغل ويصرف على نفسه، لكن انا هعمل ايه يعني؟ حضرتك عارف ان انا في جامعه خاصه ومصاريفها كتير، بحتاج حاجات كتير قوي، ومش معقوله يعني كل ما احتاج طلب هفضل اشرح لك قد كده قدام. هو يعني حضرتك لو ما اديتش لخالد مصاريف الكليه هيحصل ايه يعني؟ ما هو الجامعه بتاعته جامعه حكومه، يعني مش بيحتاج مصاريف قد اللي انا بحتاجها. وبعدين يعني ما هو عنده مامته وجوز مامته بيساعدوه في كل حاجه، لكن انا بقى يا عيني عليا ماليش حد في الدنيا غيرك انت. خلاص يا حبيبتي، ما تعيطيش، وبلاش كل حاجه تقولي لي هسيب البيت. انت عارفه انك انت اللي باقيالي من مامتك الله يرحمها، وكمان اخواتك متعلقين بيكي قوي، وانا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. انت بنتي الكبيره، انا هديكي يا ستي اللي انت عايزاه، وكفايه انك واخده بالك من البيت ومن اخواتي. وفعلا قطع رمزي المصروف بتاع خالد لانه ما كانش ملاحق على مصاريف ساره والبيت، وكمان مصاريف ابنه معاه، وكمان بطل يتواصل معاه في التليفون، لدرجه انه ما كانش بيرد عليه في التليفون لانه كان بيخاف انه يطلب منه اي فلوس. كان بيتعب نفسه في المحل ليل ونهار علشان يلاحق على مصاريف ساره وكليتها ومصاريف اخواتها والبيت. وعدت السنين واتخرجت ساره من الكليه واتوظفت في شركه كبيره، وكانت بتقبض منها مبلغ كبير، لكنها ما كانتش بتحط أي فلوس في البيت، وكانت برضو كل اللي بتحتاجه بتطلبه من رمزي، وكانت بتاخد كل الفلوس اللي معاه. بس مع الوقت صحة رمزي اتدهورت لدرجة إنه ما بقاش قادر ينزل المحل ولا يتابع شغله تاني، وعلشان كده فكر إن هو يصفي المحل ويقفله. أنا يا حبيبتي دلوقتي صحتي تعب، ما بقيتش قادر أشتغل زي الأول، وعلشان كده أنا صفيت المحل وقفلته. حتى الفلوس اللي طلعت من المحل مش مبلغ كبير. جه الوقت بقى ان ارتاح في البيت، واللي شجعني اني اخد الخطوه دي انك دلوقتي خلاص اتخرجتي وبقيتي تشتغلي وهتقدري تصرفي على البيت وعلى اخواتي. نعم، هو ان شاء الله بقى انت هتقعد لي في البيت وانا اللي اصرف عليك وعلى اولادك؟ وانا اعمل كده ليه ان شاء الله؟ انا مالي ومال الكلام ده. لو انت ناوي تقعد في البيت يبقى تشوف لك حته تقعد فيها، ما تقعدليش هنا. نعم، إيه اللي بتقوليه ده يا ساره؟ بلاش هزار يا حبيبتي، انا عارف انك اكيد بتهزري. انت بتعتبريني زي باباكي، وعمرك ما اعتبرتي ان ليكي اب غيري، غير اني ضحيت بكل حاجه علشان حتى ابني ضحيت بيه علشان. بلاش هزارك ده، انا تعبان ومش حمل. ومين قالك ان انا بهزر؟ انا بتكلم بجد. انا عمري ما اعتبرتك ابوي، انا بابا الله يرحمه توفى من زمان ومليش غيره. انت كنت بالنسبه لي بس مجرد خزنه مش اكتر، على رأي ماما الله يرحمها كنت مجرد بنك بيصرف علينا لأننا ما كانش قدامنا اختيار تاني غيرك. ايه اللي بتقوليه ده؟ ازاي تقولي على امك كده؟ امك الله يرحمها دي ما كانش فيه زيها، استحالة اصدق عليها الكلام اللي انت بتقوليه ده. لو انت نكرتي اللي انا عملته معاكي يبقى استحالة اصدق عليها هي ده. الله يرحمها والله كان عندها حق لما كانت بتقول عليك المغفل. بكلمتين منها سبت بيتك وجريت وراها، وبكلمتين مني طردت ابنك من البيت وسلمتني كل حاجة. دلوقتي بقى هطردك انت وعيالك من البيت، اللي بالمناسبة كده عمري ما اعتبرتهم اخواتي ولا بطيئك ولا بطيئهم لمجرد ان هم من ريحتك. دلوقتي بقى اتفضل لم هدومك وهدوم ولادك واتفضل مع السلامة. اطلع بره. اطلع بره فيه؟ انت بتحلمي؟ البيت اللي انت بتطرديني منه ده يبقى بيتي انا وملكي وباسمي. البيت ده انا عامله بعرقي وشقاي. البيت ده اللي لمك سنين بعد ما لمتك من الشارع انت وفي الاخر اتضح لي ان انا كنت بربي حيه بنت حيه في بيتي وبعت الغالي بالرخيص.
بيتك اللي انت بتقولي عليه بعرقك وشقاك ده ما يلزمنيش. ماما الله يرحمها كانت بتاخد منك فلوس وتحرم ابنك وتخليك ما تدلوش حاجة علشان تعرف تأمن مستقبلي. كانت حاطالي مبلغ كبير في البنك من الفلوس اللي هي عرفت تلهفها من وراك، سواء وهي شغالة معاك في المحل وبتاخد من وراك وانت مش دريان، أو بعد ما اتجوزتك، وحتى بعد ما توفت كمان. كانت معلماني كويس قوي أعمل إيه، وعشان كده مشيت بنفس طريقتها، ومعايا مبلغ كبير في البنك دلوقتي أقدر أشتري بيه شقة وأعيش ملك. ده غير مرتبي اللي باخده دلوقتي يعيشني ملكة زمان. أنا هدخل ألم هدومي وأمشي من البيت ده. مش كفاية إن كنت بطبخ وبنضف من ساعة ماما الله يرحمها ما ماتت، كمان عايزني أصرف عليك؟ أنا كده كده كنت في كل الأحوال كلها شهر ولا 2 بالكتير وهسيب لك البيت. لكن كويس إنها جت مني، ما عطلكش بقى، عندك المحروس ابن، ممكن تروح له هو يشيلك. بكى رمزي وهو بيفتكر اللي كان بيعمله في ابنه علشان عايزاني أروح لابني بعد ما بعته وخرجته من حياتي، وما كنتش حتى بتصل عليه بالتليفون، وكل ده عشان أرضيكي وأكفي طلباتك. دلوقتي عايزاني أروح له وأقول له شيلني؟ طب أروح له أقول له إيه؟ أقول له إيه بعد اللي عملته فيه بسبب؟ أقول له معلش يا ابني، أنا كنت راجل أهبل ومغفل، قدروا يضحكوا عليا وياخدوا مني اللي هم عايزينه، ودلوقتي خلاص ما بقاليش لازمة في حياتهم. بعد إذنك يا بابا. ولمت سارة هدومها ومشي، وما بقاش عارف رمزي يعمل إيه. بقى يعيط ليل ونهار وهو بيفتكر اللي كان بيحصل مع ابنه خالد. كان كل اللي بيحصل مع ابنه واضح وضوح الشمس، لكن هو اللي ما كانش عارف كان الحب عامي عينيه. اكتشف الحقيقة اللي كانت واضحة قدامه بس متأخر قوي، بعد ما ضيع أقرب إنسان ليه من إيديه. ما بقاش عارف يصلح الغلط ده إزاي. في الآخر قرر إن هو يحط المبلغ اللي طلع من تصفية المحل في البنك علشان يصرف منه على ولاده، لأنه ما بقاش قادر يشتغل زي الأول وصحته تعبت قوي. في الوقت ده كان خالد هو كمان اتخرج واشتغل في شركة بترول كبيرة، وكان بيقبض مبلغ كبير قوي كل شهر. اتفضل يا بابا، ده أول قبض ليا، خليه مع حضرتك، وإن شاء الله كل شهر لما أقبض هدي لحضرتك الفلوس في إيديك، وحضرتك تشوف البيت محتاج إيه، وأخويا وأمي وحضرتك محتاجين إيه، وبعد كده اللي يفضل خليه معاك. لا يا حبيبي، دي فلوسك انت خليها معاك، حوشها لنفسك. انا اقدر اصرف على البيت وعلى امك وعلى اخوك وعليك انت كمان. انا الحمد لله لسه بصحتي، ولما ابقى يا سيدي اتعب او اقصر معاك في حاجه ابقى ساعتها ادفع من اللي معاك. لو انت شايفني بقى خلاص راحت علي. لا ابدا يا بابا، ما اقصدش كده والله، انا بس كل قصدي اني امشي زي ما انا متعود. انا متعود طول عمري اني باخد المصروف من حضرتك او من ماما، وانتوا اللي بتدبروا كل حاجة في البيت. عايز افضل امشي كده برضو على طول؟ ده كان الاول يا حبيبي، خلاص بقى انسى الموضوع ده. انت دلوقتي كبرت، وان شاء الله قريب هنخطب لك كمان، ويبقى لك بيتك ومراتك واسرتك. لازم تتعود انك انت اللي تمسك المصروف وتدبر امورك بنفسك. لازم تكون راجل وسند لبيتك، وما تستناش ان حد يمشي لك امورك، حتى لو الحد ده انا ومامتك. يا بابا أنا حابب إن أفضل تحت جناحك أنت وماما وأعوضكم عن تعبكم معايا، ومش حابب إن أستقل بحياتي بعيد عنكم. أنا لسه مش مستعد لده. ومين قالك إن إحنا هنسيبك تبعد عننا؟ إحنا معاك وعمرنا ما هنسيبك ولا نتخلى عنك أبدا. كل الموضوع إن إحنا فعلا مش محتاجين حاجة، وصدقني لو احتاجنا أي حاجة هنطلب منك على طول. خلي الفلوس معاك. طب لو حضرتك مش عايز الفلوس تبقى معاك، على الأقل خالص تكون مع ماما. لكن أنا طول ما أنا قاعد معاكم هنا هفضل تحت طاعكم، وهتفضلوا انتوا اللي متصرفين في كل حاجة تخصني. وأنا موافق إن أشتري شقة وعربية وكل حاجة، لكن حوشوا الفلوس ودبروا الأمور بمعرفتكم، وأنا واثق من تدبير حضرتك وتدبير ماما. خلاص بقى يا فارس، هو متعود إن إحنا اللي نتصرف في كل حاجة وندبر له أمور. أنا همسك المصروف معايا أنا، ويفضل معايا لحد ما نشتري له شقة ونشتري له عربية ونجوزه، ونقف جنبه لحد ما يقف على رجليه، وبعد كده يبقى يصرف هو أموره بمعرفته. وفعلا بقى خالد كل قبض يقبضه يروح يديه لمامته، ويا دوب ياخد مصاريف بسيطة منه، ومامته بتحوش له الباقي علشان تجوزه وتفرح بيه. في الوقت ده كان رمزي نفسه يصلح أموره مع ابنه، لكن ما كانش عارف يعمل ده ازاي، خصوصا انه كان مكسوف يتكلم مع ابنه قوي. كان خايف انه خالد يرفضه،
خصوصا بعد اللي عملوا فيه السنين اللي فاتت دي كلها، وبعد ما رفض يدخله بيته أو يرد على اتصالاته. كان في الأول مكسوف يوريله وشه أو حتى يسمعه صوته، لكن في الآخر قرر إن هو لازم يتكلم معاه، واتصل بيه وخالد رد عليه. ياه، أخيرا افتكرت إنك ليك ابن، بس أنا متأكد إنك ما بتتصلش بيا، يعني ممكن تكون اتصلت بيا دلوقتي بالغلط، كنت عايز تتصل بحد تاني ورقمي جه معاك بالغلط. معلش يا حاج، الغلط مردود، تقدر تقفل في وشي دلوقتي عادي وتتصل بالرقم اللي انت عايزه. لا يا ابني، انا عايز اشوفك ضروري يا خالد، لازم اتكلم معاك يا ابني. انا عارف انك مش هتكسر بخاطري وهتيجي تتكلم معايا وتسمعني. معلش يا حاج، انا في شغلي دلوقتي وقدامي لسه 10 ايام على بال ما ارجع اجازه. اوعدك ان اول ما انزل هتصل بيك واقول لك تقابلني ونروح نقعد في اي مكان ونتكلم زي ما انت عايز. ابقى تعالى البيت يا حبيبي عشان كمان اخواتك يشوفوك، دول بقالهم فترة طويلة ما شوفكش، وانت وحشهم قوي، وهم نفسهم يشوفوك وبيسألوا عليك. وحشتهم بعد السنين دي كلها. على العموم يا حاج معلش، مش هينفع ادخل البيت اللي اتطردت منه، وبعدين ما ينفعش تدخلني البيت عشان سارة هانم ما تزعلش. لو سمحت ما تضغطش عليا، لان مهما حصل انا مش هدخل البيت ده تاني. احنا ممكن نتقابل بره، بعد اذنك بقى دلوقتي عشان ورايا شغل مهم، مش هينفع اتأخر اكتر من كده. وبعد ال10 ايام ما عدوا، اتصل خالد على باباه ونزلوا اتقابلوا على القهوة، وحكى له رمزي على اللي حصل معاه واللي عملته سارة. انا عارف يا ابني ان اعتذاري وكلامي دلوقتي ملوش اي قيمة لانه متأخر قوي، لكن انا خلاص عرفت الحقيقة، وعرفت ان انت كنت صادق في كل كلمة بتقولها، وهم اللي كانوا بيكذبوا عليا وبيغشوني. انا دلوقتي طالب منك انك تسامحني وتغفر لي غلطي ده، وما تبعدنيش انا واخواتك عن حياتك، لاننا محتاجين لك يا ابني. متأخر قوي يا حاج اعتذارك ده، لولا ان ربنا حنن قلب بابا فارس عليا وخلاه يصرف عليا ويشيل مصاريفي، كان زماني دلوقتي مش متعلم بسببه. فاكر لما جيت لك ورفضت تديني مصاريف الكلية الحكومة علشان دخلت سارة كلية خاصة، وقلت لي دي أمنية الغالية مراتي؟ فاكر لما طردتني من بيتك بدل المرة كذا مرة علشان تراضيها؟ وآخر مرة مش بس طردتني من بيتك، انت كمان منعتني أدخله تاني، ومنعت عني المصروف، وبطلت ترد حتى على مكالماتي كأني ما كانش ليا أي قيمة في حياتك. دلوقتي جاي تطلب السماح والغفران على إيه ولا إيه؟ ده أنت بقالك سنين بتعذب فيا علشان ترضيه. أرجوك يا ابني، أرجوك سامحني وكفاية تأنيب فيا لحد كده، ارحمني وارحم ضعفي وشبتي. أنا مش هستحمل كلامك ده، خصوصا إني عارف إن أنا كنت غلطان وعرفت غلطي دلوقتي. أنا مش طالب منك فلوس ولا طالب منك أي حاجة، أنا بس طالب منك إنك تسأل عليا وعلى إخواتك، عشان أنا دلوقتي بقيت تعبان وخايف يحصل لي حاجة وأسيب إخواتك لوحدهم، وأنت ابني الراجل ومليش غيرك، والمفروض تشيلني وتشيل إخواتك البنات الاتنين اللي ملهمش غيرك. وما افتكرتش ليه إن أنا ابنك الراجل اللي المفروض أشيلك وأشيل إخواتي البنات من زمان؟ ليه فضلت تقسى عليا وتبعدني عن حياتك لما بقيت حاسك إنك أنت غريب عني، وإن اللي أولى أشيله وآخد بالي منه هو بابا فارس، لأن هو اللي صرف عليا وهو اللي شالني وهو اللي رعاني. بس ما تقلقش، هو وماما ربوني إني أراعي ربنا وما أهربش من مسؤوليتي، وعشان كده أنا هسأل عليك وعلى إخواتي، وكل اللي أنت عايزه هديهولك، وهطمن عليك وهقف جنبك وجنب إخواتي البنات. لكن ما تطلبش مني إني أسامحك، عشان اللي أنت عملته أكتر من أي سماح في الدنيا. أنا مش هقدر أسامحك ومش هقدر أخلي قلبي يصفالك. طيب يا ابني افتكر لي أي حاجة حلوة عملتها لك، يعني معقول مش قادر تفتكر لي أي حاجة كويسة؟ بقى أنا طول عمري كنت وحش قوي معاك كده، عمري ما نفذت لك حاجة أنت عايزها، ولا عمري أخدتك في حضني. مش قادر تفتكر لي حتى كلمة ولا نظرة كويسة. دلوقتي ما بقيتش قادر تقول لي يا بابا، بقيت عمال تقول لي يا حاج. حتى الكلمة دي حرمتني منها. هو أنا كنت وحش قوي كده؟ لا يا حاج، أنا فاكر لك كلام حلو كتير قوي وحنية كتير قوي ومواقف كتيرة قوي، لكن كلها كانت لسارة مش ليا أنا. كل اللي أنا فاكره قسوة وخذلان، وفاكر قد إيه كنت بتحاول تبعدني عن حياتك علشان تعيش مرتاح. لو سمحت بلاش تفكرني بأي حاجة تاني، لأنك كل ما هتفكرني كل ما الجرح اللي في قلبي منك هينزف أكتر. سيب جرح قلبي يموت علشان أقدر أتعامل معاك مرة تانية. فضلوا يتكلموا كتير مع بعض ويتعاتبوا لحد ما خالد أخد باباه وروحوا على البيت،
لكن رفض إنه يطلع معاه الشقة فوق، ووصله لحد باب العمارة تحت. ولما رجع البيت ما حكاش لمامته ولا جوزها على المقابلة دي، ورغم المركز اللي وصل له في شغله بس فضل عايش معاهم في البيت، وكان بياخد رأيهم في كل حاجة، من أكبر حاجة لأصغر حاجة في حياته. وفي نفس الوقت كان بيسأل على باباه دايما، وكان من وقت للتاني بيسيب له فلوس، لكنه عمره ما سامحه، وعمره ما اعتبره إنه جزء حقيقي من حياته، لأنه كان دايما بيفتكر الجرح اللي جرحوله كل ما يبص في وشه. ما ينفعش إنك ترمي أقرب الناس ليك وتتخلى عنهم بكل بساطة، وتعتبرهم مش جزء من حياتك، وتسيب مسؤوليتهم على حد تاني، وتعيش عمرك كله طول ما انت بصحتك وبفلوسك مش عايزهم يكونوا جزء من حياتك. ولما تتعب والصحة تروح والفلوس تروح تبقى بكل بساطة عايزهم يسامحوك ويرجعوك تاني لحياتهم، كأن السماح ده زرار هيضغطوا عليه ويلاقوا نفسهم نسيوا كل حاجة. الجرح لما بيكون من القريب بيستمر وبيفضل ينزف سنين طويلة، ومش سهل إننا نداويه بسهولة. لازم نفكر قبل ما نعمل أي حاجة علشان ما نرجعش نندم بعد كده. لازم نفكر قبل ما نبيع الغالي ونشتري الرخيص، عشان الرخيص هيفضل طول عمره رخيص، وهيجي وقت علينا وندم، بس الندم وقتها مش هيكون له أي قيمة، ومش هتقدر تداوي جرح سنين في يوم، ولا هتقدر تنهي خلاف وكلام قلته بمجرد كلمة واحدة أو مجرد سماح تطلبه. الموضوع أكبر من كده، لأن الجرح طول ما هو بينزف الإنسان ما يقدرش يسامح. صاحب المشكلة اللي احنا مسميينه في القصة خالد عرض مشكلته دي علشان يسأل هل والده يستحق السماح ولا لأ، وهل هو غلطان إن هو مش قادر يسامحه وإنه واخد منه الموقف ده، وهل رمزي كان عنده حق في اللي عمله مع ابنه والمعاملة اللي كان بيعاملها لسارة والأمها. مين اللي غلطان من الأول، الأب رمزي ولا الأم سهير؟ وهل لازم خالد يدفع الثمن العمر كله ويسامح دلوقتي بمجرد السماح ما ينطلب منه؟ مستنيين رأيكم في التعليقات، وصاحب القصة عايز يعرف رأيكم بالظبط. ولحد هنا بتكون خلصت قصتنا، أتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير مع أصحابكم عشان نكبر ونستمر بيكم. وما تنسوش تتابعونا على قناتنا على الواتساب وصفحاتنا على الفيسبوك والإنستجرام. هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف، وأشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة.